اخبار التاسك معاكم ايه؟ حلوة ما عدا آخر سلايد ما كنتش فاهمها أوي، بس لما شفت الفيديو أو الريكوردينج تاني يعني جمعت شوية. اوكي. هدى. هدى سمعنا. سامعاك. ايه اخبار معلش التاسك الموضوع معاك؟ عمال يفصل شويه. انا تمام، التاسك تمام، انا بعتهولك. مش عارفه انت شفته ولا ايه. انا شفت كل بس التاسكات. بس الدنيا كانت معايا الاول ما كنتش فاهمه صح صراحه. كنت فاهمه ان هو احنا بنعمل الكيس ستادي لشركه تكون اشتغلت معاها اي نجمه، مش كيس ستادي لاي نجمه شخصيا، فاهمني. لا، احنا واخدين انجما ككيس ستادي طول او يوز كيس طول البرنامج بتاعنا. يعني مش هتطبقه على اي حاجه طول البرنامج لحد البروجكت، على اي امم حاجه غير انجما، هي انجما بس. تمام، اوكي. لا الدنيا كانت تمام يعني. اوكي. قاضي. هو تمام زي الفل. انا بس ما حبيتش اضيف كتير علشان كنت عارف ان ده اكيد ده السورس او ده اللي بيحصل، بس كان في شويه اديتس بسيطه بخصوص البيبول اللي هم في السيفن بيز، او في الجزء بتاع التارجتنج، والجزء بتاع الشانلز اللي ممكن نشتغل عليها. ودي نقطه من النقط اللي انا تقريبا قلتها لك المحاضره اللي فاتت. مم. ان اكتر انت مركز على البيرسون براندنج بتاعك، مش على البروفايل بتاع الشركه. واوريدي الشركه ما عندهاش ويب سايت، ده اللي انا عارفه يعني. رغم ان دول اهم اوكي. حاجتين حاليا اصلا بي تو بي، سواء كان آه، بروفايل الشركه لوحدها او الويب سايت. ودول انا ضفتهم، لكن انا ما حبيتش اعدل كتير لان ده البيزك، وحبيت ان انا اكون عارفهم اكتر ما انا ايه بعدل فيهم وبحط حاجات تانية وخلاص. فضفت اللي انا يعني في وجهه نظري هيسهل اكتر في الشغل، زي ان يبقى عندنا ويب سايت وده مهم طبعا، والبورتفوليو الخاص بينا، او ان يكون حتى لو ما فيش ويب سايت ونادر بيشتغل الموضوع كله بيرسون براندنج، يكون في بورتفوليو ويب سايت. هي بتكون لانديه كده واحده، يكون سهل ان احنا نشتغل عليها ليد جنريشن بقى عن طريق الكونتنت، وناس تسجل وهكذا، ويكون في فري كونسلتيشنز، تكون اصلا هي اكوزيشن والقصه دي كلها. ما حبيتش اديك كتير على قد ما انا ممكن اكون اوكي. بضيف، يعني مش لازم اقعد اغير. فاهمك. هو في ويب سايت لانجما. ويب سايت ده قديم، احنا عاملينه مثلا من اول ما انجما اول ما انجما انشئت. قديم في كل حاجه، ولكن هو موجود لينا دومين ولينا ويب سايت، والويب سايت موجود ولايف كمان. احنا حاليا بنعمل ويب سايت جديد، علشان الويب سايت ده اقدر من خلاله ان انا فيما بعد اقدر ان هو يكون ساس برودكت. العميل يقدر يخش السايكل. آه، انا بقى از جي تي ام ان انا اخليه يمشي السايكل كلها اوتوميتد، بدون تدخل بشري معاه نهائي، لحد ما ياخد السيرفيس بتاعته كلها. فده ويب سايت احنا شغالين عليه اوريدي دلوقتي. او ممكن ماشي، بس انا كان في وجهه نظري ان الخاص بالاكوزيشن يكون غير الاساس يعني. بس عادي زي الفل. جامد. يعني ده لو ده لوحده وده لوحده، أه. عشان اصلا حلو يعني قوي. الاوبتمايزيشن بتاع هو الاثنين. صوتك بس بيقطع يا. سامعني كده؟ سامعك سامعينك أهو. كويس. الفكره بس ان في وجهه نظري لما بنفرق الاثنين عن بعض، بيكون الاساس اكتر هو امم. هيخش يلاقي الموضوع فيه بحر ومحتاج يفهمه ومحتاج يشتغل عليه، على عكس ما يكون مثلا في تول او في ويب سايت اساسي بتاع الاكوزيشن كله، وبتاع البورتفوليو بتاع الشركه، واللي بنعمل عليه كامبينز مثلا بتاعت سواء جوجل ادز او في بودكاست، او سواء البيرسون براندنج بتاعك بيهدف الترافيك هناك، او اللينكد ان. لان دلوقتي لينكد ان عندنا فاضي كانجما، والويب سايت ماشي حتى لو موجود فهو مش ظاهر، فالناس تتعامل مع نادر. وده يعني امم. هو ساوند ده جود، بس حقيقي. اللي هو ايه، يعني ده مع الوقت هيهلك نادر. و... واي دلوقتي انا عارف ان البيرسون براندنج مهم طبعا رقم واحد، بس واحنا بنبني الشركه مش بنبنيها بالبيرسون براندنج، احنا بنبوش الشركه بالبيرسون براندنج بتاع الاتشيفمنتس بتاعت السي او الفاوندر، بنديها بوش وبنعمل بوزيشننج بيه هو في حته تانية بتخدم الشركه، لكن مش مينلي هو نادر. ده كله صح جدا، بس هو فهمت. سلبياته شويه مع الوقت، مع السكيلينج، مع العدد الاكبر، مع الحته بتاعت الاوبريشن، مع الناس تتكلم معاه هنا ولا هنا، مع الناس اصلا لما تيجي مثلا ما تعرفش نادر، فتيجي تخش تلاقي ان الشركه فاضيه. امم. والله ممكن يكون الناس تاخد يعني امبريشن من فيرست امبريشن مش كنتش حلو. فهي عشان انا في السوق فهمت. شويه شفت ناس كتير مشيت بالموديول ده،
ناجح وجامد، بس في وقت مهم قوي لازم تكون عارف امتى هتفصل نفسك. انت هتسندها لوقت معين، وممكن كل كيو يكون في سنده كده كامبين بيرسونال براندنج من نادر لانجما طبعا، وممكن كل سنه بالاتشيفمنت طبعا، مم. وممكن لكن نبقى معتمدين عليك، فده مش افضل حل للسكيلينج وللاوبريشن. انما كطبعا كبيرسونال براندنج مهم جدا، وده الترند دلوقتي. اتفق معاك، اتفق معاك جدا. فبس حلو عشان قوي يا شباب الحته دي يعني اضيفها، ما حبيتش اعدل كتير في البرزنتيشن قد ما انا اضيف يعني. جامد. اوكي. طيب خلينا طبعا هو التاسك يعني انتوا عملتوه كويس جدا، مش محتاج ان انا اراجع عليه بشكل كبير. فخلينا نخش على السيشن بتاعتنا على طول. السيشن بتاعتنا النهارده المفروض يعني ان احنا نتكلم عن السيلز، اساسيات السيلز والسيلز فاندمنتالز والبايب لاين، وان انا ازاي ابيلد بايب لاين صح، واحط تارجتس، وازاي اوصل للعميل بتاعي الصح. تمام. آه، دلوقتي انتوا معاكوا الاكسس، وصلت لكم على الايميلات دلوقتي، هتلاقوها في على درايف في شيرد ويز مي، هتلاقوا البرزنتيشن بتاعت السيلز فاندمنتالز. اكدوا بس عليا. موجود. اوكي. طيب محاضرة النهاردة أنا شايفها خفيفة جدا ولذيذة، لدرجة إن أنا ما كنتش يعني كنت حابب إن أنا أسيبها لكم أنتوا اللي تذاكروها، بس قلت لأ أطلع إن أنا أدي عليها يعني انترودكشن سريع كده، بحيث إن أنتوا تكونوا فاهمين الطريقة مش اللي إحنا بنشتغل بيها، أكتر من إن أنت تكون فاهم أساسيات السيلز والسيلز بايب لاين بشكل عام. شايفين كده الشير سكرين صح؟ تمام، وصل يا نادي. أوكي، الشير سكرين دلوقتي ظاهر لكم؟ واضح. طيب الاجنده بتاعت السيشن بتاعتنا النهارده احنا هنتكلم عن 4 حاجات، او خلينا نقول يعني بنتكلم في 4 حاجات اساسيه، وهو السيلز فاندمنتالز والسيلز سايكل، وازاي تحسب البايب لاين بتاعتك كارقام عشان في النهايه تقدر توصل للديلات اللي انت عايزها. والحته دي انا مش هتطرق ليها دلوقتي بشكل ان ديبس، انا هتكلم عن البيزكس مش اكتر، لان احنا هنروح لها في الحته بتاعت الجي تي ام. تمام. بس كجزء محتاجين تاخدوا فيه الانترودكشن عشان تعرفوا الحسبه بتتحسب ازاي. والثالث توبيك هنتكلم عنها وهي الريليشن شيب والكونسلتيف الكونسلتيف سيلينج، والسيلز بروسيس والسيلز بايب لاين. تمام. وطبعا ازاي تيفالويت الاكتيفيتيز بتاعتك والكونفرجن ريتس والكونفرزيشنز وكل الكلام ده. بس قبل ما نبدا، ممكن تقولوا لي من وجهة نظركم هو يعني ايه سيلز اصلا؟ اقناع. اوكي. غير هو الاقناع. السيلز هو السيلز وسيله لاقناع العميل، بس بيجي دايما بعد مرحله الماركتنج. بعد ما تعمل الاويرنس بتاعك المفروض بيجي السيلز، بعد كده بيجي يقفل الديلز كانديفيدوال بيزس، مش اوكي. كديل بيزس زي البيزنس ديفلوبمنت. اوكي ماشي. هدى. هدى انت سامعانا؟ طيب عبد الرحمن. زي الفل عليك، إيه الأخبار؟ كله تمام، ايه الاخبار؟ السر من وجهة نظري إن أنت تحل مشكلة لو فهمت العميل عايز إيه فعلا، وعرفت توصل له إن المنتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك هو الحل ده. حلو قوي. عاش. حلو جدا. طيب هدى. نادر معلش، انا النت عندي عمال يقطع، هغير بس الكونكشن وهدخل معاكم تاني. اوكي تمام. ماشي. دقيقة. تمام.
طيب خلينا نروح اقول لكم من وجهة نظري، او من وجهة نظر الميثودولوجي اللي احنا بنشتغل بيها. السيلز هو عبارة عن ايه؟ احنا كنا في المحاضرة اللي فاتت بتاعة الماركتينج ببساطة، او يعني كنا اتكلمنا كده واحنا ماشيين، اتكلمنا عن النيدز والوونتس والديماند، او الاحتياج او الحاجة والرغبة والقدرة على الشراء. وقلنا ان الحاجة دي مستحيل تعرف تخلقها، تمام، لان الحاجة دي في طبيعة الانسان وفطرته من اول ما اتولد لحد دلوقتي، تمام. ف فانت ببساطة فكرة ان انت تخلق احتياج ده مش موجود. فكرة ان انت تروح تقنع عميل بحاجة ده مش موجود. يعني فكرة ان انا البيع هو اقناع، لا. زمان لو كنا اتكلمنا على زمان قبل عصر العولمة او بداية العولمة والتنافسية والكلام ده، نقول ان ساعتها حجم الانتاج والتنافسية ما كانش كبير او ما كانش موجود يعتبر، يعتبر اللي انا بنتجه الناس كانت بتيجي تشتريه، فكان بيتبقى لي حبة من المخزن او حبة قليلين جدا في المخزن، فببدأ ان انا اقنع الناس اللي هم يشتروا اتنين بدل ما يشتروا واحد، وهكذا. ده زمان علشان ما كانش فيه تنافس، وكده كده هو جاي لي يشتري، فبدل ما تشتري واحد اشتري اتنين، تمام. فده كان زمان. انما دلوقتي البيهيفيرز اتغيرت. ففكره ان انت تروح تقنع العميل بحاجه، دي ما بقتش هي اللاستست ابديتس بتاعه البيهيفيرز بتاعه العملاء اللي المفروض ان احنا بنتكلم معاهم، او الجمهور اللي احنا بنتكلم معاه. زي بالظبط ما فليب كوتلر قال في الماركتينج ان ما بقاش في حاجه اسمها برموشن، لان برموشن انت في شخص هو اللي بيتواصل مع التاني بدون ما يفهمه. هو فهمه من الماركت ومن تحركاته في الماركت، بس هو مش فاهمه كشخص هو محتاج ايه بالظبط. فدورنا احنا كسيلز بكل بساطة ان لو العميل مش محتاجني، بلاش مش محتاجني، لو العميل ما عندوش الرغبة فيا انا، فهو ممكن يكون عنده مشكلة من التلاتة: اما مش مقتنع او شايف ان المنتج ده مش هو اللي هيلبي النيدز بتاعته او الاحتياج بتاعه او رغباته، او هو مش مناسب لقدرته الماليه. دي اول حاجه. تاني حاجه، شايف ان الشركه نفسها اللي هي شركتك مش هي الشركه اللي بتروح لكبريائه وتروح وبتفت مع الاكسبكتيشنز بتاعته كبراندنج بقى واسم الشركه والحاجات اللي زي كده، ومش واثق فيها بنسبه 100%. او حتى انت كشخص ما قدرتش ان انت توصل له القيمه بتاعتك بعد ما فهمت هو محتاج ايه بالظبط. فبالتالي ميستيكس كتير ممكن تخلي العميل ما يشتريش منك. وممكن يكون الفاليو بروبوزيشن اللي انت عرضتها له مش هو اللي هو محتاجها، مش هو اللي محتاج يسمعها، مش هو هو مش هي دي اللي هو مستنيها. فالسيلز ببساطة هو ان انا بقدم قيمة للعميل، قيمة انا بقدمها للعميل، وفي مقابل القيمة دي انا بستنى قيمة تانية منه. يعني اي عميل بالنسبة لي اسمه عميل او اسمه مستهدف او اسمه تارجت، انا المفروض بستفاد منه كبزنس. طيب انا بستفاد منه كبزنس ازاي؟ انا بستفاد من العميل ده كبزنس فاتح علشان يخدمه. بتكلم هنا بقى من المحاضرة اللي فاتت كماركتينج، وكبزنس وايز المحاضرة الأولى. أنا كبزنس فاتح علشان ألبي أو أحلله مشاكل معينة. المشاكل دي المنافسين مش بيحلوها له، وهو بيعاني من المشاكل ديت ومفيش منافس بيحلها له. فأنا موجود هنا في الماركت علشان أحلله المشكلة دي. في مقابل إيه؟ في مقابل إن أنا مستني منه إنكم. إيه الإنكم؟ هو الماني اللي هو بيخلي الشركة تعيش أطول فترة ممكنة.
وتدخل ريفينيو باكبر قدر ممكن، واقدر احصل على اكبر قدر ممكن من العملاء، واقدر احصل على اكبر قدر ممكن من رضائهم. فبالتالي ده المكسب بتاعي كشركه. مكسب العميل ان هو يشتغل معاك انت بالذات، ان انت تفضل فاهمه. لو رجعنا بقى المحاضرتين اللي فاتوا، لا، ان انت تفضل فاهمه، بتتكلم بنفس الاتيتيود بتاعه، بنفس البيهيفير بتاعه، بنفس الطريقه بتاعته، بنفس الكالتشر بتاعته، بنفس الطريقه بتاعت المجتمع اللي هو عايش فيها، بسياسته، بكل التفاصيل ديت. تتكلم بنفس اللانجوج، بنفس التوناليتي معاه، يحس ان انت كوبي بيست منه، شبهه بالظبط، وفهمه كويس. وجزء كبير من ان هو يحس ان انت فاهمه، ان هو يحس ان انت شبهه في كل اللي احنا اتكلمنا فيه. فبالتالي لازم تستمر في ان انت فاهمه. فلما تفهمه بنفس اللي احنا لسه قايلين عليه، لما تفهم العميل كويس، هتقدر تقول الحل. لان ممكن الحل ما يكونش في المنتج بتاعك، ممكن يكون في بديل ليك. يعني مثلا لما يجي حد يقول لي بخش سيشنز كتير مع عملاء كتير قوي، فيجي يقولوا لي نادر احنا عايزين ناس سيلز يجي يشتغلوا عندنا، فعايزين شركتك تساعدنا في ده. هم عندهم تيم ان هاوس، ولكن هو عايز يسكيل ويبني، او مش يبني، يكبر فريق التيم بتاعه الان هاوس، علشان لما يكبرهم هو كده بيسكيل، بيكبر بتيم الان هاوس علشان يكبر بالتارجت. وبدل ما لان هو في تو سيناريوز او تو استراتيجيز، ان انا ادرب فريق السيلز بتاعي علشان اعلي الكونفرجن ريت بتاعي، بدل ما بيحققوا 10 يحققوا 15. فبالتالي وفرت موظف او اتنين اعمل لهم هايرنج وريتنشن ريت بتريننج باوبريشن لحد ما يجي يحققوا. فانا دربت التيم يعلي الكونفرجن ريت بتاعته. فبالتالي دي استراتيجي، والاستراتيجي دي في الغالب مش كل الناس بتروح لها في الميدل ايست او في المينا ريجن. الاسهل بقى اللي هو الاسرع كمنتاليتي وكاوبريشن، بلاش كاوبريشن، الاسرع من وجهة نظرهم كعقليه، هو ان انا اعمل هايرنج او اجيب شخص بهانتنج او هيد هانتنج، اجيبه يشتغل عندي في تيم السيلز، وهيره يجي يشتغل عندي ان هاوس. وده كده لما اعمل هيد هانتنج لواحد 2 3، فانا كده بدل ما بحقق مليون هعرف احقق 2 مليون 3 مليون. لما بيجي لي عملاء يقولوا لي في ميتنجز، يعني يقولوا لي احنا عايزين نكبر التيم، انا ما بساعدوش، او ببدا اعمل له، بس بيحتاجوا نقطه اوسع في الاستشارات. هم ما بيحتاجوش استشاره اكتر، لان هم، انا بشوف أنا المعظم اللي انا قعدت معاه، تمام، فالمعظم اللي انا قعدت معاه لا، هو محتاج حل سريع، علشان هو مش عايز يضيع وقت. انا عايز ان انا اجيب فريق يشتغل سريعا، وبالنسبه لي الفريق ده انا هلزمه بتارجتس وهيحققها لي، وده اوفر من ان انا اشتغل اوت سورس. العقليه اللي شبه دي في الاقرب يعني، ودي حاجه كويسه. بس لو انت عندك البروسيس وعندك الفريم ورك اللي هو هيجي جاهز يشتغل ويحقق لك، والكالتشر عندك جاهزه، ولكن في اغلب اللي انا قعدت معاهم ما كانوش كده. بس هم بعد ما خدوا الاستشاره او الفري كونسلتيشن مني في نفس الميتنج، لا، لما التيم بتاعه بيكبر بيجي يقول لي اول حد بيفكر فيه لما التيم ده بيكبر ومحتاج تدريب، نادر تعالى دربه. نادر محتاجينك تيجي تدرب التيم ده على الجزئيه بتاعه الابروتش، عشان يكونوا ابروتشرز اقوياء، واقدر اعمل اعلى معدل ممكن من الميتنجز. تمام. ففكره ان انت تزنق العميل على لازم اقنعه بالسيرفيس بتاعتي، لا. ليه؟ لان ممكن مش شرط ان دي مش هي دي الرغبه بتاعته. ورغبه العميل لو بالذات لو انت بتبيع هاي تيكت، لازم يكون هو حاسس من جواه ومقتنع قبل ما يجي يشتري منك.
ولما بيجي يشتري منك هو بيكون في مرحله ان انا بديسكفر ما بينك وما بين حد تاني، ولكن الكونسبت انا مقتنع بالاوت سورسنج وعايز فريق اوت سورسنج وحاطط له بلان. ده اللي هو ده اللي في الغالب بيقدر ان هو يدفع فلوس. فاللي عايز اقوله لكم ان السيلز ببساطه انت بتقدم قيمه للعميل، ومش شرط القيمه دي ان انت بتديله اللي محتاجه، انت بتديله اللي بيحقق له اعلى اكسبكتيشنز من وجهه نظره، علشان يقدر نفسيا يكون مؤهل ان هو يشتري منك. تمام؟ فانت هو محتاج تساعده بمجرد كونسلتيشن عشان تمشيه في دايركشن صح، اعمل ده. تمام؟ عايز ان هو مثلا مجرد ان انا عايزك تشتغل لي اوت سورس وبتاع، تمام مش مشكله هنشتغل، بس تعالى ننظم الدنيا مع بعض وهاخده معايا از ان انا ده الكونسلت في سيلينج بقى، ان انا اخده معايا از كونسلتنت واكسبرت لحد ما اجيب له اللي هو عايزه. تمام؟ خلال الرحله دي كلها انا مش بعمل له اي بوشنج نهائي. البوشنج اللي بعمله بوشنج هو ما يحسهوش، ما يضغطهوش، بوشنج يخليه هو اللي يقول لي طب يلا بينا ايه النكست ستيب. تمام؟ وده اللي احنا نتدرب عليه في السكرابنج ذات سكيلز مع بعض، الميثودولوجي لما نيجي نخش في الجي تي ام. تمام؟ فانت هنا بتقدم قيمه للعميل وبتنتظر من القيمه اللي انت بتقدمها له ان هو يديك قيمه قيمه مقابل القيمه اللي انت اديتها له. والقيمه ممكن تكون ان انت تكون فهمته، لان هو ممكن يكون جاهز وفاهم وعايز كل، بس محتاج حد يفهمه ولما يفهمه يعرف مشكلته الحقيقيه ويحلها له. لان كتير جدا من الفاوندرز بالذات بتوع الستارت ابس في المينا ريجن هو بس محتاج اللي يفهمه، هو بس محتاج الجايد اللي ياخده من ايده ويمشي معاه. تمام؟ فانت محتاج تكواليفاي العميل، لمجرد ما انت تتاكد ان هو كواليفايد وانت على مقاسه وهو على مقاسك، تبدا تقرر ان انا هكون الجايد بتاعه لحد ما اقدر احقق له او احل له كل المشاكل اللي تحت ايدي وانا اقدر احلها. ولازم هو في كل خطوه يكون حاسس بده. تمام؟ فده من وجهه نظري كسيلز. ايه رايكم؟ بص، هو انا متفقه معاك في كل ده، بس انا كان قصدي على نقطه الاستشارات، ان هو هما اصحاب الشركات بيفكروا ان هو يجيب التيم السيلز يشغله عنده ويعمل بلان لنفسه وكل ده، وده هيبقى اوفر له كتير. بس لما بيجي يحس ان في جاب، او ان بمعنى اصح البيعه بدات تقل، بيضطر ان هو يجيب استشارات من بره، ان هو والله انا عندي كنت ماشي على سيكونس معينه والدنيا بدات ان هي مثلا تقل في الجزء الفلاني. ده في نقطة الاستشارات، لأن احنا عملنا حاجة زي كده، وغير طبعا التريننج يعني. انا اتفق معاك جدا، بس المرحله اللي هو فيها لما جرب، تمام، لما جرب الطريقه اللي هو شغال بيها او الطريقه اللي هو مقتنع بيها، والطريقه دي ما حققتلوش اللي هو عايزه. تمام؟ انا هنا في المرحله دي ببدا اشوف هي ليه يعني انا كنادر لما باجي اديله كونسلتيشن انا بشوف من الطريقه دي اللي هو اشتغل بيها ايه المعوقات اللي خلته ما يحققش، بغض النظر ان هو يشتغل معايا اوت سورس ولا لا. ساعات كتير باخده ان هو بكون، وفي شركات حتى اعلنت ان انا شغال معاها، ان وفي سعوديه وامارات وفي مصر حتى، ان بمسك لهم التيم لحد ما التيم يكون ستيبل، وبعد كده بخلع ايدي وبدرب التيم ليدر والسيلز مانجر ان هو ازاي يعرف يشتغل مع التيم كمايند سيت عشان يقدر يحقق الارقام. وفي الغالب بيكون عنده مشكله، التيمات اللي هو الان هاوس في الشركات عنده مشكله من الاثنين، كالتشر، ودي مشكله كبيره، وتارجتس اوفر مش بيزد اون الماركت ديماند. تمام؟ فدي اكتر مشكلتين في المينا ريجن، المينتاليتي او الكالتشر، مش عارفين يتعاملوا مع التيم علشان يقدر ويدير الضغوطات بتاعه التيم علشان في النهايه يقدر ان يخلي الشخص اللي قدامه يكون قلبه على الشركه وعايز يحقق.
فبالتالي ما عندهوش مثلا حته الكوميشنز والبونسز على كي بي ايز، ويقسم الكي بي ايز على على الستيجز، مش بس على الديلات وان هو جاب كام ديل وحاجات زي كده، لا يقسمها على ستيجز. يعني انا مثلا عملت كام مكالمه، حققت الكي بي ايز او حققت التارجت بتاعك بتاع النهارده، اللي هو الكي بي اي بتاع النهارده اللي هو مثلا 10 مكالمات بكواليتي زي ما احنا متفقين بالسكريبت بالاستراكشر، زي ما احنا متفقين بالتوناليتي بكل الكلام ده كمكالمات، قدرت ان انت تعمل ال10 بالكواليتي دي، ليك بونص. عشان انت لو عملتها بنفس الكواليتي بكل اللي انا طلبته منك كسيلز مانجر وما جاتش، دي يبقى مشكله مني انا كسيلز مانجر، يبقى انا اللي حطيت الموضوع ده غلط، يبقى انا اللي حاطط فيه مشكله في السكريبت والاستراكشر اللي انا حاطه. يبقى اذا شلت الموضوع او الهيدك من على السيلز تيم بتاعي. فاهمين قصدي؟ فهمتك. الجزء الثاني وهو الجزء بتاع الكوميشنز. ناس كتير بتكون عامله الاستراكشر بتاع السيلز تيم كويس، انا تيم ليد جنريشن، وتيم بيجيب ميتنجز، وتيم تاني كلوزرز، ودول تيم غالبا بيكونوا هم التكنيكال، تمام. ولكن بتاع اللي بيعمل مكالمات ما بيحطلوش كوميشن ريت، يعني على لما الميتنج يجي ديل، وما بيحطلوش بونص على الكواليفايد ميتنج. ما انت قسمتها صح، كملها صح. فبتلاقي السيلز مع الوقت، الكلوزرز مثلا ده مش السيزون، فالكلوزر مش قادر ان هو يقفل، فهتلاقي الكلوزر احبط، وهتلاقي التيلي سيلز احبط، وهتلاقي بتاع الليد جنريشن شايف ان هو الليدز بتاعته ان كواليفايد، فبالتالي التيم بتاعك بيتهدم. هتلاقي في ده بيمشي جاله حاجه تانية، وده بيمشي جاله كالتشر تانية، فهتلاقي التيم بتاعك عمال يتفرق او شغالين بدون اي نفسيه صح. فاهمين قصدي؟ فاهم قصدي. بس فشايفين هل تعريف السيلز من وجهة نظري، هل هو بالنسبة لكم تتفقوا معاه ومع المبادئ بتاعته والديفينيشنز بتاعته، ولا شايفين ان لا في تعريفات احسن، او لا احنا ممكن نركز على حاجة تانية في الحتة بتاعت السيلز؟ لا انا بصراحه لما انت شرحت السيلز ما توقعتش ان يكون ده شرح السيلز بالبروسيس بالسيكونس بالاورجنايزيشن بكل حاجه يعني. انا بص، شايف ان انت شرحت اللبس احسن بكتير. طب قاضي علشان اقول التعليق مرة واحدة. هو بص تمام انا متفق معاك، بس انا ضد فكره السكريبت يعني. طب حلو قوي الموضوع ده، ان هو تم نقاشه، يعني جامد قوي. بس قول لي ليه ضد السكريبت، او ايه الاسباب اللي مخلياك تقول ان انا ضد السكريبت؟ هقول لك ليه ضد السكريبت. انا كنت اصلا بشتغل سيلز قبل الماركتنج، كنت ببيع تايم شير، بيعه كده مصر كلها شايفها نصب، وانت اكيد بتعرف عن التايم شير يعني. ف السكريبت مش هيناسب كل عميل عن التاني. يعني مثلا هديك مثال، انا دلوقتي لو ببيع كورس ماركتنج حلو، نادر ممكن يشتريه علشان يطور من البيرسونال براندنج بتاعه ويوفر فلوس ان هو يجيب حد. حلو. مثلا احمد مدحت ممكن يشتريه علشان يطور الليفل بتاعه ويجيب كلاينتس اكتر من بره مصر. هدى حلو. ممكن تشتريه عشان مثلا تشتغل من البيت بدل ما تنزل تشتغل بره از فريلانسر مثلا من البيت. حلو. فالسكريبت انا في وجهه نظري في اغلب الوقت ما ينفعش ان انا اكون بقول نفس الكلام لكل الناس. اتفق جدا. الناحيه الثانيه ايه بقى؟ الناحيه الثانيه يكون فاهم البيعه، وانا بتكلم في الكول او انا فيس تو فيس. انا كنت ببيع فيس تو فيس بعد الورم اب، بعد ما انا والعميل نبقى لطاف واصحاب والدنيا لذيذه، نبتدي نخش في الشغل والاوفر بتاعنا. انا بكستمايز عليه، يعني بكستمايز عليه. هو ممكن يكون انا قدامي 5 فيتشرز، هو يشتري عشان واحده مش عشان 5 كلهم. اوكي. ده بيبقى مبني على الكول او مبني على فيس تو فيس، سوري، على الفيس تو فيس. هو بيقول ايه وانا برد بايه، هو ايه اللي فرق معاه، هو منور في ايه، هو المشكله مسمعه في انهي حته. لان كل حاجه ليها اكتر من انجل سيلز، كل حاجه ليها اكتر من زاويه بيع. فان انا ادي حد سكريبت واقول له ايه، قول كذا 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 كذا، فهو هيقول كذا كذا. فممكن العميل يكون بيتناقش، هو عايش بيرص، طب العميل فين، وده في الهويس وده ما اعرفش فين. فاهمني ازاي؟
وانا بحب الحته بتاعت النمط. امم يعني انا ما كنتش بشتغل وانا فريلانسر لغايه من قريب. كنت اغلب الوقت لما بجيب الكلاينتس كنت بدور على نمط عندهم عشان اقدر امم اطلع اشباههم من بعض. فكنت بعرف اجيبهم من الكلام، اعرف كل واحد الاكسبيرينس بتاعته ايه. والله مثلا بتوع الاف ام بي عشان قعدت وسطهم بتاع 4 5 سنين، بعرف مين الاوبريشن مانجر ليفل ايه ولا اكس ايه. بيقول مثلا العميل زبون ولا عميل، ولا بيقول مثلا كلاينت، ولا بيقول جيست، فده جاي من الفنادق. طريقه كلامه مهتم بايه اكتر، بيتكلم في التقديم هو بيقدم الاكل ازاي، ولا بيتكلم من الاول من قبل الموضوع كله من ماركتنج. بيبان هو دماغه منين وانا هخش له منين حته هي نفس البيعه ببيعها، نفس القصه ببيعها. انا بتاع اف ام بي راجل بعمل كونتنت، هو كلهم زي بعض بس اوكي. كاستمايز. فحته السكريبت بشوف انها بتخسر. الاصح ان هو اصلا اولا يكون السيلز مقتنع بالبيعه، مقتنع ان هو بيبيع حاجه فعلا بتاد فاليو، حاجه هو حاببها ومقتنع بيها. لو مش مقتنع بيها انا مقتنع ما يبيعهاش، او مش هيجيب اعلى بالفورمانس. دي نقطه. طب تاني نقطه يا باشا، كاستمايز على اللي قدامك. كاستمايز، انا هبيع نفس البيعه، هبيع نفس كورس الجي تي ام انجينير ده. اراهنك ان انا اشتريته لسبب، احمد اشترى لسبب، هو ده السبب. وممكن احنا الثلاثه نشتري نفس السبب. امتى بقى؟ لو احنا الثلاثه هنعمل معاك نفس الحاجه. اتفق جدا. بس فدي خليني نقطه. اسالك سؤال مهم. اتفضل. آه يعني ايه سكريبت من وجهة نظرك؟ يعني السكريبت ده بيكون شكله عامل ازاي من وجهة نظرك يعني؟ او اللي انت شفته. اللي انا شفته بيكون ايه، سكريبت عباره عن في الاول كده، مش هو كاتب نفس اللي الواد هيقوله. مساء الخير يا فندم، وسايب له نقطتين فاضيين اللي هو اسمه بقى يقوله له. مم. معاك مش عارف مين كذا كذا كذا، بكلمك بخصوص ما اعرفش ايه، وقتك مناسب، باخد دقيقتين ثلاثه. ايا كان الاستراتيجي بتاعت الايه، مم. بتاعت البدايه. لا لا او مش عارف ايه وبتاع، داخل يتكلم والله بعرض عليك كذا كذا. هو رصص له الكلام. فالواد مع اوكي. الوقت بيقعد يقوله، مش مم. بيبيعه. مش بيوبن اصلا، مش بيفتح العميل، مش بيشوف مشكلته فين، مش بيشوف بينور فين، مش مم. بيشوف بيعترض فين. ده هو اغلب اعتراضاته دي اصلا هتخليه يشتري. او يمكن عشان التجربه بتاعتي قبل كده لما كنت شغال سيلز كانت فيس تو فيس، ولما حتى اشتغلتها وانا في انسر ما كنتش بشتغل كتير اونلاين. كنت بجيب اونلاين بس الاكتر كنت بنزل اوفلاين از دايركت سيلز يعتبر. اوكي. فيمكن دي تختلف عن الطريقه بتاعت الجي تي ام، او تختلف عن طريقه الفريلانسر، او تختلف عن طريقه البي تو بي. بس انا بالنسبه لي ستيل المايند سيت واحده، انما كل ده كاستمايز. اوكي. طيب طيب ممكن أقول حاجة؟ قول يا هو هدى. علشان بس أنا كنت شغالة في شركة وكنت كواليتي أشورنس على الكول وكده. هو مش الفكرة في السكريبت، لأ، هو احنا بنعمل زي بوينت معينة بنقيم عليها. يعني الجريتنج نفسه ايه، الداتا اللي اتقالت مثلا هي دي الداتا اللي فعلا الشركة بتقدمها ولا لأ، هل هو كان active listening ولا لأ، الكلوزنج كان ماشي ازاي. بس هي مش سكريبت وسكريبت، يعني اللي هو مش نفس الداتا هقولها لباشمهندس مثلا نادر هقولها لباشمهندس احمد. لا، هي الداتا هي نفس الكورس سعره كذا كذا كذا، بس انا ممكن اسالك على الاحتياج بتاعك ايه الاول، او انت هتاخد الكورس ده ليه، علشان يقدر يوضح له الكورس ده هيفيده في المجال بتاعه ازاي. كواليفيكيشنز كرايتيريا. ما بالظبط دي الفكرة. فهو ما كانش اسطمبة ثابتة ان هو مثلا زيك يا استاذ كذا فاحنا عندنا كذا، ما بتمشيش كده. حلو. طيب ده رأيي. خلينا ارد على قاضي، وبعد كده ارد على هدى. تمام. خليني اقول لك يا قاضي ان احنا، او بلاش احنا، السكريبت، كلمه سكريبت، آه السكريبت ده لما حد، انت عندك الفنانين بيتدربوا على سكريبت. بس السؤال هنا، انت بتيجي فنان معين تيجي تقول يا عم ده حافظ سكريبت، وفنان تاني تحس ان هو متقمص الشخصيه، تحس ان هو بلطجي، ده بتاع شوارع. زي مثلا الممثل اللي لسه طالع جديد وبيمثل ان هو بلطجي، وتروح تشوف محمد رمضان وهو بيمثل ان هو بلطجي. مين فيهم اللي بتحس ان هو فعلا بلطجي؟ محمد ايه رمضان. معلش مين ولا مين؟ انهي واحد، محمد رمضان ولا مين؟ محمد رمضان في كل تمثيله، ولا احمد عز لما بيمثل ان هو بلطجي مثلا؟ محمد رمضان طبعا. حلو. ما محمد رمضان، هل هو
اعلى من السكريبت وما ما بيحفظوش؟ هل انت بتحس ان هو حافظ سكريبت؟ مش بحس، بس او بص، هو يعني ايه، هي انا فاهمك، انا عشان لو رديت هرد كفن شويه. بس هو محمد رمضان بلطجي سيجمنت، وعز بلطجي في سيجمنت تاني، فاهمني؟ ماشي، يعني ده حلو، بلطجي بتاع ايجيبت وده بلطجي بتاع مصر عادي. فهم ماشي. حتى يعني ما علينا عشان ارد رد ايه، افلام قوي. بس انا فاهم قصدك، اللي هو ان مم. الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، بس في واحد بيقدر ياكت صح او يشتغل صح، او يشتغل وهو فاهم، وفي واحد بيرص. اتفق. بس خليني اقول لك على حاجه. فكره ان انت يكون معاك استراكشر في نطاق تقدر ان انت تبدع بيه، دي حاجه. وفكره ان انت تكون انسان آلي، انسان آلي بتنفذ تاسكايه انا بقول لك عليها لازم تعملها، دي حاجه تانية. فاللي عمل السكريبت او مش فاهمك، اللي خلاك تطبق السكريبت بالشكل اللي يحسسك ان انا روبوت ما عنديش مساحه من الابداع، هو ده اللي عنده مشكله. تمام. بس السكريبت في طبيعته لما تم تنفيذه، هو ما هو طريقه بتخلي السيلز منظم وقادر يخلق مساحه من الابداع لنفسه. تمام. اي سكريبت في الكوكب، وده اللي موجود كتير جدا في مصر وفي الوطن العربي، بيتكتب سكريبت، وبالذات مع بتوع الاديوكيشن وبتوع الكول سنتر. تمام. هو سكريبت محفوظ بيتقال مع كله. يعني مثلا لما حد يجي يقول لك كده، لو حد فيكم من بيكلم كول سنتر كتير لشركات الاتصال، شركات الاتصالات، هتلاقوا بيجي يقول لك كده في نهاية المكالمة، هيجي ليك مكالمة تقييمية، اتمنى تقيمني تقييم كويس. هم كلهم حافظين ده كسكريبت. كام واحد مننا بيعمل الحركة دي؟ يعني بيجي لك مكالمة، بعد اه بيجي. المكالمة بتاعت خدمة العملاء، وبعد مثلا انا خلاص تمام انا مقتنع وانا هعمل التقييم. انا صراحة بعملها لانه بحس ان الشخص اللي قدامي قدم لي يعني مجهود ووقت وطاقة، فطبيعي ان انا اديله 1% من الحاجة دي. حلو قوي. يعني انت حسيتي من اللي هو بالجملة اللي قالها لك او بالطلب اللي طلبه منك فنفذتيه. اه يعني حتى لو انا، يعني انا صراحة بعملها حتى لو الشخص اللي قدامي او المشكلة ما اتحلتش او كده، برد برضه على المكالمة واقيمه تقييم كويس. انا بحس ان ده بيفرق معاهم. اوكي، حلو قوي. طيب، قاضي او احمد؟ انا بعمل الحركه دي دايما. كوني اشتغلت في كول سنتر قبل كده، احنا كان عندنا سكريبت احنا بنقوله في الاول، وعندنا سكريبت بنقوله في الاخر. انا ما كنتش شغال اوت باود، انا كنت شغال حاجه اسمها ان باود، يعني المكالمات انا اللي بستقبلها. فكان عندنا اوكي. سكريبت معين احنا بنقوله في الاول، وبعد كده بنفتح بقى بنبروب او بنسال العميل كذا سؤال. بعد ما يقول لنا والله انا محتاج كذا، انا بسال عن كذا، انا عندي مشكله في كذا، وبعد كده بنساله شويه اسئله نجاوب عليها، وبعد كده نختم بسكريبت كمان. مم. حلو قوي. بس كام واحد كان بيعمل لك التقييم؟ لا كتير يعني، كتير قوي. انت حلو. بتقول السكريبت ده وانت بتقفل في كل مره، يعني احنا ممكن يجي لنا في اليوم بتاع 100 مكالمه مثلا. حلو قوي. ففي من ال حوالي 100 قول مكالمه 50 مثلا على كان؟ الاقل. حلو. ال ده اللي هو 50 السي اللي سات. جم من ال 100، يعني ال 50 اللي جم من ال 100، ليه ال 50 التانيين ما قيموش؟ بيكبروا دماغهم، خلاص خدوا الاحتياج بتاعهم من المكالمه، امم. فمش محتاج يتحول على مكالمه تانيه يضيع بيها وقت. خصوصا حلو. ان معظم اللي كانوا بيكلمونا من الكاستمر سيجمنت كانوا هنود، فهو الهندي خايف على فلوسه جدا، فمش فارق معاه بقى بقيه التقييم يعني. حلو قوي. قاضي، كنت عايز تقول حاجه؟ لا هو انا ما بيجيليش، يعني ساعات لما بيجيلي مكالمه على حسب، يعني بشجعه، ساعات لا بتخانق معاهم عادي. والله يعني كده. قبل ب- كده في مطعم عمل نفس القصه دي، واتخانقت معاهم عشان هم عندهم الولد يعني عايز يوصل الاوردر، و... وانا ورانا لغايه الاوردر ما امم. يسكتش. لا كنت ايه، لو انت حد سجل في نفس العنوان مثلا اخ زوجه بتاع بيرن، امم. انا لغيت الاوردر والواد يعني بيرن عليا وعلى البيت وعلى امي وعلى اختي، وراح عمل لي كميه صداع. اتصلت بمطعم ويعني
ما عجبنيش الموضوع وبتاع، قال لي احنا ايه، وانا عرفت بقى ان هو ما مسحوش حاجه، وده غريب. بعد كده ما بطلبش على فكره، يعني كلمته قلت له امسح الداتا بتاعتي من عندك، من على السي ار ام او من على السيستم بتاعك، اتصلت بكل ارقام البيت. عمل نفسه بيعمل حاجه وقال لي حاضر وبتاع ومش عارف ايه، وبعدها فتره لقيت نفس القصه. يعني انا عرفت ان هم حد عندي عمل اوردر، عرفت ان الارقام متسجله عادي جدا، وفضلوا يرنوا على نفسي برضه. هي حاجه خانقه، فاهم؟ يعني حتى اعمل حساب المره الجايه هنزل بوست عشان ايه، يمسحوا الارقام فعلا. اوكي. هي لو رد حد كويس غير كده لا، يعني على حسب. حلو، فاهمك جدا. طيب خليني اقول لكم، احنا في انجما لما بنيجي نكتب سكريبت لشخص من اللي بيشتغلوا معانا، احنا بنكتبه ازاي؟ تمام؟ او احنا المينتاليتي بتاعتنا في الحته دي عامله ازاي؟ احنا لما بنعمل ليد جنريشن، انا بخش على الديسيشن ميكر، افهم حتى من البوستس بتاعته اللي بينزلها والانتر اكشنز والكومنتس والريبوستس والحاجات اللي بيعملها على لينكدين، اقدر افهم الهوت تايم بتاعه. هو غالبا هو ايه البريك بتاعه؟ البريك ده هو في الغالب الوقت الفاضي فيه هو بينزل فيه على لينكد ان، بينتراكت على لينكد ان، بيكون اكتف او بيكون لايف على لينكد ان كده. تمام؟ ده في الغالب يعني. طيب وبعد كده لما بنعرف ان هو الديسيشن ميكر وهو اللي معاه القرار فعلا للبرودكت او للسيرفيس اللي احنا بنبيعها، وبنعرف الهوت تايم بتاعه، بنبدا ان احنا الخطوه اللي بعد كده باداه اسمها كريستال نوز، هنروح لها قدام، بنحلل شخصيته. تمام؟ تحليل شخصيته ده يخلينا نعرف هنقول له ايه وما نقولوش ايه، ندخل له ازاي ونقفل معاه ازاي، ناخد منه اللي احنا عايزينه ازاي. تمام؟ اللي احنا عايزينه من المكالمه هو ميتنج. تمام؟ طيب في النهايه بنبدا لما نعرف شخصيته ده لكل شخص، بنبدا نبني اوت ريتش استراتيجي. انا هبعت له على الايميل ازاي، هبعت له على لينكد ان مسج ازاي، هبعت له على لو هبعت له على لو هكلمه في التليفون فهكلمه في التليفون اقول له ايه بالظبط. تمام؟ وبيكون في مساحه، طبعا السيلز هو متدرب تكنيكال فيقدر يرد على اي حاجه او اي سؤال هو يساله له، عارف الاكسبيرينس بتاعت الشركه فيقدر يقول له اي هيستوري. لو هو ساله عن انتوا اشتغلتوا مع مين قبل كده، خبراتكم ايه، الكلام ده، فهو عارف الكلام ده. عارف كمان عن البرودكت، فلو ساله حاجه تكنيكال فهو عارف ان هو يرد في الحاجات البيزكس. فقادر ان هو يبين له ان انا كونسلتنت واكسبرت جاي عشان يساعدك. تمام؟ قادر ان هو يفهمه ده. ومش كل الناس بنشتغل معاهم بنفس المنتاليتي. ممكن يكون الشخص ده بكلمه بسكريبت، وفي سكريبت تاني بكلمه لشخص تالت، وممكن يكون في 10 ليدز مثلا انت المفروض تكلمهم النهارده، ال 10 ليدز كلهم بنفس السكريبت، بس الاختلاف في بعض الحاجات في الاستراكشر، تعمل ايه قبل ايه، لان معظمهم بيكونوا شبه بعض. تمام؟ فاحنا مثلا بنقول ان ال10 ليدز دول لما تيجي تكلمهم بتكلمهم بنفس السكريبت، بس الاختلاف هتقول دي قبل دي ودي قبل دي مع ده، وبدل ما تقول الكلمه دي هتقول الكلمه ديت مع الشخص ده، وهكذا. تمام؟ ثواني. بس فاللي عايز اقوله ان السكريبت نفسه تم اساءة معاملته من السيلز مانجرز. السيلز مانجرز كل اللي هم بيعملوه، او سيلز تيم ليدرز كل اللي هم بيعملوه، تعالى خد السكريبت، اتكلم نفس السكريبت ده بالظبط، هتعمل نفس كل حاجه دي بالظبط. وهو اصلا السكريبت اكبر غلطه ان هو يتعمل لكل الاشخاص. انت هتكلم كل الناس بكل الشخصيات بنفس الطريقه، فالطبيعي الكونفرجن ريت هيكون زي الزفت. احنا ببساطه كل اللي احنا بنعمله ان انا بخلي السيلز نفسه هو اللي بيحط السكريبت بيزد اون البيرسوناليتي بتاعت الديسيشن ميكر نفسه. تمام؟ فالسكريبت اللي بيتحط هو سكريبت مبني من السيلز اللي بيشتغل نفسه. فهمتوا كده؟ فالسكريبت مشكلته لان انت لازم تمشي على سكريبت. بس ليه لازم تمشي على سكريبت؟ عشان السكريبت اللي بينظم مكالمتك، بتعرف هتبدا ازاي، هتساله ايه، هتقفل معاه ازاي كاستراكشر، كاستراتيجيز، ايه اللي ممكن تقفلها معاه. لازم تدرس الشخصيه قبل ما تكلمه عشان تعرف
ايه الاستراتيجيز والتاكتكس اللي هتتبعها معاه علشان تعرف تحصل على اللي انت عايزه من المكالمه او الانتراكشن اللي انت بتعمله معاه. فلازم يكون في سكريبت، بس السكريبت ده لازم انت تكون انت اللي عامله بايدك. عامله بايدك بيزد اون ايه؟ البيرسوناليتي بتاعت الشخص اللي انت هتكلمه. فبالتالي لما تيجي تكلمه هتعرف تاخد منه، في الغالب هتعرف تاخد منه الحاجات اللي انت محتاجها منه. فبالتالي السكريبت بتاعك نجح. انما ان انا اكلم 30 40 ليد بنفس السكريبت ده غلط كبير جدا، لان الناس عايزه تخلص ومحدش عايز يتعب. فيلا بينا خد شقلب واجري وكلم الناس دي كلها. فهمت قصدي؟ تمام. دي جزئيه السكريبت. دي عايز تقول اي حابب حاجه؟ اضيف حاجه، بس ان انا جربت اشتغل بنظريه كريستال نولز دي قبل كده، بس بشات جي بي تي طلعت البروفايل تمام. يعني انا اخد اللينكد ان بتاع الشخص ارميه في شات جي بي تي واقول له طلع لي تحليل شخصيه الشخص ده باستخدام كريستال نولز، يروح مطلع لي البروفايل كله. جامد، حلو قوي، حلو قوي. هو اساسا وفي احنا برضو يعني في طريقه، وهي ان انا مع شات جي بي تي احنا بنكون مظبطين ميثودولوجي معينه للمكالمات. فريم ورك للمكالمه نفسها دي مثبته لاي حاجه، بس هي فريم ورك لطبيعه الماركت والديسيشن ميكرز اللي احنا رايحين نكلمه. فريم ورك معين علشان انا ده الفريم ورك اللي نجح مع الناس دي. تمام. فالفريم ورك ده مش سكريبت، هو فريم ورك طريقه للكلام. تمام، طريقه الكلام. تمام. زي مثلا ان انت لازم تخش على كوربريت وانت لابس بدله، ما ينفعش تيجي تخش لي لابس لي تيشيرت وشورت. ليه؟ لان ده ال الزي الرسمي وانت داخل مثلا كذا، زي المحكمه لازم تخش بالبلطو او الروب بتاعك او قدام القاضي. فلازم يكون في فريم وورك اتجرب ونجح، زي الباند تكنيك للكواليفيكيشنز. تمام. الباند فريم وورك هو ان انت عشان تعرف تسال العميل صح عن البادجت، عن التايمنج، وهكذا. تمام. السبين فريم وورك نفس الكلام، هو كواليفيكيشن فريم وورك علشان كذا كذا، عشان في النهايه تعرف توصل للي انت عايزه من الانتراكشن اللي انت بتعمله مع الكلاينت. فاحنا بندرب شات جي بي تي على فريم وورك معين لكل عميل احنا بنشتغل عليه، وبنبدا ناخد الشخصيه بكريستال نوز عادي، بناخدها كوبي او بنداونلود الشخصيه، ونبدا ان احنا نبعت لشات جي بي تي. هو عارف السيستم اللي احنا بنشتغل بيه مثلا كمكالمات وكايميلات، الاستراتيجي بتاعتنا، الحاجات اللي زي كده المفروض اللي احنا بنشتغل بيها. بقول له ابعت او عايزك ان انت تبيلد ليا كول سكريبت على حسب الشخصيه ديت، فبيبدا ان هو يبيلد ليا، وفي الغالب بتنجح بشكل كبير. ليه؟ لان انا مدربه. عايز تقول حاجه تانية يا احمد؟ لا، في برضو تحليل شخصيه تاني بس باستخدام حاجه اسمها ام بي تي ار، مايرز باجرز تايب انديكيتور تقريبا، اللي هو انت مش شخصيتك اي ان تي جي. اه حلو. انا رميت برضو اللينك بتاعك في شات جي بي تي، قلت له تحلل لي الشخصيه باستخدام الام بي تي اي، فطلع لي ان انت اي ان تي جي، وقال لي ان انت بتحب كذا 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 وبتكره كذا 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 كذا. جامد، حلو أوي. بس هو عمل ده بناء على ايه؟ يعني عمله على حلل لينكد على ان؟ البروفايل بتاعك. لينكد ان. لينكد ان. اوكي. ولما حلل لينكد ان، هل انت عارف هو ايه الانديكيتورز اللي هو بيقيم على اساسها على لينكد ان؟ اكيد لا. حاول تعرف علشان ممكن تعرف هو تساله بقى. التحليل ده عامله بناء على ايه. ماشي، بس هو اغلب الشخصيات اللي انا سالتها فيه طلعت صح يعني. ما هو ده طبيعي، لان هو ممكن يكون بيحلل بانديكيتورز معينه. الانديكيتورز ديت ممكن تكون مثلا من صورته والاباوت بتاعته والكفر بتاعه. بس مثلا الانتراكشنز ممكن يكون هو كبزنس وايز بيتكلم بشكل معين، بتوناليتي معينه في البوستات بتاعته.
او الريبوستس او الكومنتات او اللايكس او حتى الهيستوري بتاعه، الورك هيستوري، الاديوكيشنال هيستوري، الحاجات اللي زي كده. فلازم تعرف الانديكيتورز اللي هو بيقيم على اساسها الشخصيه ديت، وبيحط هو الشخصيه دي شخصيه ايه بالظبط. التول اللي هي كريستال نوز اللي قلت لكم عليها، انا عارف هو بيقيم ايه الانديكيتورز، هو بيقيم على كل اللي انا لسه ذكرته ده. بديله البروفايل، لو هو مش بينتراكت على لينكد ان بشكل كبير، فالنتيجه ان النتيجه ما بتطلعليش بشكل كبير، ومش بستنى منه تحليل شخصيه. انا اللي بحلل بنفسي بناء على الانتراكشنز القليله جدا اللي هو عاملها على لينكد ان، بس مش بستخدم التول، لان التول لو هو مش عامل انتراكشنز مش هتطلع كواليتي كويسه. تمام. بس عاش الطريقه، يعني ان انت تبعت له لينكد ان وهو يقيم وبتاع، لا عاش حلو قوي. ماشي. قاضي. لا تمام. اوكي، عبد الرحمن عندك اي سؤال او استفسار؟ لا تمام. اوكي. هدى. لحد الآن الدنيا تمام. اوكي طيب خلينا نروح للسيلز سايكل بتمشي ازاي كبي تو بي. تمام، كبي تو بي السيلز سايكل، خليني اعمل ده كده. كبي تو بي انتوا شايفين الشير سكرين صح؟ اوكي. كبي تو بي السيلز سايكل بتمشي في ستيجز معينه. تمام، والسيلز سايكل يعني بنتكلم على دايره البيع نفسها عامله ازاي. تمام، دايره البيع دي بتبدا من الاول خالص في الجزء بتاع اول مرحله، وهي الماركتنج اند اويرنس اللي انا بعمله. ماركتنج احنا قلنا قبل اي حاجه لازم اعمل الستيجز بتاعتي كماركتنج بروسيس اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضره الثانيه، قبل بدايه اي بزنس. فانا لازم فكسيل سايكل، السيل سايكل اي سيل سايكل في الكوكب لازم تبدا بماركتنج ثم اويرنس. وجزئيه الاويرنس مش في كل الحالات ينفع تتم من خلال الديجيتال بلاتفورمز. ممكن الاويرنس ده يحصل عن طريق ايفنتات، ويبينار، بلاش ويبينار عشان ده بيحصل عن طريق الديجيتال بلاتفورم، بس في حاجات لازم تحصل عن طريق ايفنتات ومعارض، وحاجات تانية لا انا لازم اعملها بانيشال كول. يعني ممكن ابدا بماركتنج اللي هي بدايه الماركتنج بروسيس، ومع نهايه الماركتنج بروسيس بتبدا الانيشال كونتاكت بيستارت معايا مباشره. وفي الانيشال كونتاكت انا بعمل الاويرنس. لو انا بعمل الانيشال كونتاكت هنا وبعمل فيه الاويرنس، في الغالب انا ما بستناش كونفرجن ريت عالي من الليد للميتنج او من المكالمه او من الانتراكشن للميتنج. ما بستناش في نفس المكالمه ان هو يخش معايا ميتنج، انا بستنى منه ايجابيه في المكالمه، بستنى منه فعاليه في المكالمه، بستنى منه ان هو يسال كتير في المكالمه. تمام، دي كلها ايجابيات. جه معايا في ميتنج حلو قوي، ما جاش معايا فبخش معاه في المرحله دي، وهي مرحله الكواليفيكيشنز. المرحله دي انا باهله وهو كمان بيأهلني. تمام، انا باهله وهو بيأهل. انا باهله لايه؟ انا باهله لان هو يحضر معايا ميتنج، وهو بيأهلني لايه؟ بيأهلني لان انا مناسب ليه وهكون مناسب ليه ولا لا. تمام، طيب دي المرحله. الاوتبوتس بتاعت المرحله ديت ان انا بطلع اما بميتنج، ده بالنسبه لي، وبالنسبه له بطلع ب او هو بيطلع بان انا خلاص عايزك ويلا بينا نخش ميتنج علشان نعمل نيدز ديسكفري. تمام، النيدز ديسكفري دي البريف ميتنج بقى. انت خلاص مريت معاه بمرحلتين، المرحلتين انتوا بتتعرفوا على بعض، وفي الغالب لو انت استخدمت فريم ورك صح مع العميل والبرسوناليتي بتاعته، في الغالب بعد المرحلتين دول العلاقه بقت سيمي فريندلي بشكل كبير. فانت في النيدز ديسكفري في المرحله دي انت بتكون هنا في مرحله انا بسميها مرحله الكنز. ان انت تقدر في المرحله دي في الطبيعي
لو انت عامل الاويرنس عن طريق الماركتنج تيم او الماركتنج اكتيفيتيز المختلفه، المرحله دي وانت بتوصل ليها انت مش فريندلي، ما ولا حتى سيمي فريندلي، لسه في العلاقه ما يقارب الفورمال شويه، تمام، او سيمي فورمال يعني، تمام. فانت عندك هنا لو مش انت اللي عامل الاويرنس، فالمرحله دي انت لو انت اللي مش عامل الاويرنس بتوصل ليها سيمي فورمال. انما لو انت في المرحله دي او في البروسيس انت اللي بادئها من الاول للاخر مع العميل غالبا ومشي معاك للمرحله دي، غالبا بيكون العلاقه لو انت استخدمت فريم ورك كويس غالبا العلاقه بتكون سيمي فريندلي او فريندلي، تمام. فدي بتكون كنز، المرحله دي بتكون كنز بالنسبه لك ان انت تعرف تطلع معلومات زي حساسه جدا زي البادجت، تقدر تطلعها حتى لو افريج تقدر تطلعها منه بشكل كويس، زي تجاربه السابقه السيئه تعرف ان انت تطلعها منه بشكل كويس. اي حاجه في السيمي فورمال او في الطريقه الفورمال مش هتعرف تطلعها في المرحله دي او بتطلعها بشكل غير مباشر، هنا تعرف تطلعها بشكل مباشر، تمام، لو انت اللي بادئ السايكل كلها. طيب بعد المرحله بتاعت البريف ميتنج ديت انت خلاص فهمته ان غالبا السعر هيكون من كذا لكذا، وخدت منه ابروف ان السعر ده بالنسبه له تمام، وغالبا بتدسكس في السعر او في الافرج بتاع السعر اللي انت كلمته عليه للحل اللي انت اقترحته عليه، وغالبا الحل ده انت اتفقتوا عليه ان هو فعلا دي المشكله وده الحل، والحل ده عشان ننفذه غالبا هيكون من افرج البرايس ده للبرايس ده. بس خلينا نروح لمرحله البروبوزل، تمام. مرحله البروبوزل انت بتكريت البروبوزل وبتخش معاه سكند ميتنج. اكبر مشكله بيعملها السيلز في المرحله دي، المرحله بتاعه البروبوزل والنيجوشيشن، ان هو بيبعت للعميل البروبوزل على الايميل او على الواتساب او ايا كان على ايه، بيبعتها له وبعد كده يلا بينا نخش ميتنج. في الغالب هتلاقيه بيهرب منك. ليه؟ علشان حضرتك البي دي اف اللي التيم التكنيكال عامله، التيم التكنيكال مش فاهم الشخصيه اللي هو قاعد معاها، فعامل من وجهه نظره كتكنيكال عامل البروبوزل بالشكل اللي هو فاهمه منك ان العميل محتاج كذا، فهو عنده اسطمبه للبروبوزل بيبدا يحط البيانات عليها والبرايسنج والفاينانشال بروبوزل والكلام ده بيظبطه ويقول لك ابعته للعميل. حضرتك سمعت كلامه وبعته للعميل، فالنتيجه ان العميل نسبه من العملاء بتهرب منك علشان ما فهمتش البروبوزل وخدت السعر ما طلعتش منه الفاليو واللي هي هتاخده مقابل السعر، فبتطفش منك او بتسوف. فانت لازم تزنق العميل في البروبوزل ميتنج، انا بسميه بروبوزل ميتنج. البروبوزل ميتنج ده انت بتخش فيه مع العميل علشان تضيف له حاجه جديده، وهو تعالى نتكلم بقى في البروبوزل. ومش بس نتكلم في البروبوزل ده، انا كمان احنا لقينا ان في حل متكامل وسيرفيس تانية ممكن نديها لك مع السيرفيس الاساسيه فري علشان نديك اكبر فاليو ممكنه. فخلينا نخش الميتنج نوضح لك الموضوع اكتر، لان احنا حابين نشتغل مع بعض. فالنتيجه ان هو بيخش معاك البروبوزل ميتنج، ولما بيخش معاك البروبوزل ميتنج انت عارف تضرب وتلاقي معاه ازاي، لان انت حافظ شخصيته، ما انت اللي بادئ معاه السايكل كلها. فوانت بتعرض من المفترض ان انت بتدي سلايد، والسلايد بتاخد عليها الاسئله، وسلايد وتاخد اسئله وتحل مشاكل، سلايد وتاخد اسئله وتحل مشاكل، سلايد كمان وتحل المشكله. واكبر مشكله هتقابله، ودي المشكله اللي بتقابل كل الناس، لو انت ما مشيتش السلايدز بالشكل اللي قلت لك عليه هتلاقيه بيخش بشكل اجريسيف جدا في النيجوشيشن في كل حاجه، لان هو مش فاهم الفاليو، مش فاهم القيمه اللي هياخدها من البروبوزال اصلا اللي انت عامله او من السيرفيس اللي انت رايح تقدمها له. فانت المفروض تمشي السلايدز ان انا بديك حاجه مقابل وبرجع لك للحل اللي احنا اتفقنا عليه، حاجه وبربطها بالحل، حاجه وبربطها بالحل، حاجه وبربطها بالحل، وبتاخد الموافقه منه وبعد كده تكمل تدي سلايد وبعد كده تكمل
سلايد تاخد الموافقه تكمل، سلايد تاخد الموافقه والاعتراضات وتكمل. في الغالب لما تنهي السلايدز انت نهيت كل التيرمز اند كونديشنز، كل حاجه مشيت تمام فيري سموزي، خدت منه الموافقه مبدئيا على البربوزل. لو مجهز معاك الكونتراكت تقدر تعرض عليه الحاجات اللي في الغالب معظم العملاء بتعترض عليها، فتنوجشيت معاه كمان في الكونتراكت، وتبدا بعد كده خلاص طيب ايه رايك لو ابعت لك الكونتراكت ونساين الكونتراكت، يناسبك امتى خلال اسبوع نساين الكونتراكت مع بعض. فانت هنا انت اللي ممشي العميل بمزاجه، بس بالفريم ورك والتايم لاين اللي انت محدده والمناسب ليك. فانت قادر تحكم السيل سايكل ديت بتايم لاين. لما اجي اقول لك العميل ده ممكن يقفل امتى هتيجي تقول لي، بس مش تيجي تقول لي لا ده ما بقاش يرد فانا مش عارف ممكن يقفل امتى. تمام. في النهايه انت بتعمل معاه فولو اب اند كلوزنج. تمام. وفولو اب اند كلوزنج، وهنا بيكون في مرحله بعد الفولو اب والكلوزنج بيكون في مرحله اسمها الافتر سيلز. تمام. مرحله الافتر سيلز دي الهدف منها ان انت تطمن مع العميل كل شويه ان فعلا بياخد بياخد الفاليو اللي انت اتكلمت عليها معاه واتفقتوا عليها ان انتوا كشركه هتديها له، فبتبدا ترجع معاه مش الكاستمر سبورت اكتر ما انت بتتفق او بتراجع معاه هل فعلا الدنيا ماشيه معاك تمام. انا لقيت ان في كان مثلا الاكونت مانجر كنت اتكلمتوا مع بعض وكان في اعتراض على 1 2 3، فحابب ان انا اراجع معاك هل فعلا المشكله اتحلت ولا هل لسه بالنسبه لك لا، وهكذا. تمام. فهدى قولي لي. طيب بص يا نادر، انا جربت الطريقتين. نقطة ان احنا لما نبدأ نحدد ميعاد ميتنج وكده، هو بيبقى عايز يعرف الاوتلاين بس، وما بيبقاش عنده خلق ان هو يقعد يسمع بقى او تاخد منه اعتراضات. ده للاسف في الكلاينت السعودي بيبقى اللي هو عايز السعر من الاخر يتبعت له على الميل. هو بيشوف البيزنس بروفايل بتاعك، بيشوف انت الاوتلاين مثلا، يعني الكيس اللي انا كنت بتكلم فيها، بيشوف ان هو الاوتلاين مثلا بتاع الكورس الفلاني للشركه الفلانيه بتاعته ان هي كاستمايزد وبعتيه السعر. لكن ان هو يدخل ميتنج مخصص ان احنا نتناقش في ده، ما كانش بيوافقوا نهائي. عشان العلاقه رسميه. ما هو الفكرة نفسها، يعني هو مش نقطة علاقة رسمية على قد ما انت حتى لما جربنا نصاحب العميل وفريندلي والدنيا تمام، هو بيحس ان ده وقت كبير ان هو يقعد في ميتنج يسمعه. لا ابعتيلي الفايل كامل وانا هقولك انا عايز اوتلاين ايه. يعني مثلا الشركة اللي انا بحكي عليها دي كانت شركة المراعي. المسؤول هناك كان شايف انه لا، ده وقت كبير جدا، فانا بالنسبه لي ابعتي لي البيزنس بروفايل، العرض السعر في الاوتلاين اللي انتوا هتدوها والسعر، وانتوا فاهمين الكاتيجوري او الحاجه اللي انا عايزها ايه. لكن ان هو كانوا بيقعدوا يسمعوا او كده لا، مش اوكي. عارفه ليه يعني. حلو ان هم انت قلتي لي ان هم يقعدوا يسمعوا. لا، المينتاليتي بتاعت ان انت انا مدخل العميل معايا ميتنج عشان اعرف اعمل معاه ابروتش، ولما اعمل معاه الابروتش فاقول له بقى الاسعار بتاعتنا وخدماتنا ايه وان انا اخده كده جايدنس في الشركه والكلام ده. لا، هو مش فاضي لكل ده. هو محتاج ان انت تديله الحاجه اللي مستنيها، لان انتوا في الغالب ما بتدرسوش العميل، او الدراسه بتكون قشريه جدا قبل ما بيتكلموا العميل. فانت لما العميل بيتكلموه، ففي الغالب لما بيتكلموا العميل هو خلاص، ما هو كل الناس بيتكلموا بنفس الطريقه بنفس البدايه، فهو خلاص تمام ابعت لي بروبوزل، ابعت لي كذا، ما انت اكيد فاهم، ما انت كلكم بتكلموني بنفس الحاجه، فانت اكيد فاهم فابعت لي بقى. انما لو انا بكلمه بناء على كذا وكذا، يعني بناء مثلا على بناء مثلا عن ان حضرتك كنا بعتنا لك ايميل وحضرتك اهتميت جدا بتوبيك كذا، ومن الواضح ان كمان من لينكد ان بتاعكم ان الشركه مهتمه جدا بالتوبيك دي، واحنا بما يعني بناء على خبرتنا في الحته دي مع اكتر من كذا، وعدد كلاينتس لعدد سنين كذا، وشركات زي كذا وكذا وكذا منافسين، حابين ان احنا نخش مع بعض ميتنج ونقول لك ازاي نقدر نساعدك في ان انت تتكلم او ان احنا نحل معاك مشكله التوبيك دي.
فانت كلمتيه بشكل مخصص جدا، فهو ليه مش هيخش معاك؟ هو يمكن فعلا احنا الجزء ده كنا واخدينه كقشور قوي، يعني احنا بنعرف مثلا ان ده ميعاد الخطة اللي هما بيبقوا حاطينها الشركات مثلا للتريننج، فبنبدأ بقى نتارجت احنا والله السنة دي محتاجين نشتغل مع القطاع 1 2 3، فأبدأ اتارجت بقى الشركات اللي انا عايزة اشتغل معاها، كتحليل بقى الاشخاص او الليرنينج ديفلوبمنت ديبارتمنت هناك، او ان احنا نحلله او كده، لا ده ما كانش بيتم صراحة. ما هو اول مرحله هي اللي لما نروح بقى لحته البروسبكتنج والليد جنريشن والكلام ده، هتلاقوني ان انا بقول لكم جمله ثابته. البروسبكتنج از ان هو كمايند سيت، اتعامل معاه ان هو مايند سيت، مش ان هو كفيرست ستيج، لان انت في كل مرحله بروسبكتنج. يعني لو خدنا جوجل ترانسليت بتاعته بالعربي، البحث والتنقيب. يعني انت مش هتنقب من غير ما تكلم العميل، يعني ده مش اسمه تنقيب، ده شبه تنقيب. تمام. ولما بتنقب، يعني احنا لو خدنا مثلا مثال على البترول، هتلاقي نفسك انت بتبحثي، فانت بتبحثي على المكان اللي فيه البترول، ماشي. ما حفرتيش عشان تتاكدي ان فيه بترول ولا لا. تمام. وانت لو حفرتي علشان تلاقي ان فيه بترول ولا لا، برضو انت بنسبة كبيرة مش قادرة تعرفي كمية البترول اللي موجودة في المكان ده غير لما تحفري ان ديبس. نفس الكلام بالنسبة للعميل، انت لما بتحلليه وتحليل عميق، انت بتعرفي ان عنده مشكلة اكس. تمام. بس ما بتتأكديش تبعيات مشكلة اكس عليه عاملة ازاي، وخبراته في حل المشكلة ديت مع شركات منافسة ليكي عاملة ازاي، غير لما بتتواصلي معاه وبتكملي معاه سايكل كاملة. فانت لازم مع كل ستيج، شايفة الثعلب بيعمل ايه؟ بيفضل، او اللي دايما بيقول ده انت عامل زي الثعلب، اللي عامل زي الثعلب ده بيكون قادر ان يقدر يتلون بشخصية الشخص اللي قدامه، ان انا اقدر اقنعه بحاجات عشان يكمل معايا في حتة معينة، لذلك احقق اللي انا عايزه. نفس الكلام، انت نفس اللي انت بتعمليه، ان انت بتنقليه من مرحلة لمرحلة بارادته وبالفريم وورك اللي انت محدداه من غير ما تجبريه. تمام. دي ليها ميثودولوجي، ودي السكرابنج ذات سكيلز ميثودولوجي اللي احنا شغالين بيها في انجم. ان انا من كل تقريبا 10 مكالمات احنا بنعملها، بنقدر نحول في نفس المكالمه 3 ميتنجز 4 ميتنجز، وساعات بتوصل ل 6 ميتنجز من 10 مكالمات حقيقيه بيردوا. مش من 10 مكالمات اوفرول، من 10 مكالمات اقدر ان انا احدد ميتنج مع 3 لحد 6 في نفس المكالمه. طيب ده ليه؟ علشان انا اديته الفاليو اللي هو مستنيها، مش مني، من الموضوع كله ومن المكالمه، وحسسته ان انا مش داخل اضيع من وقته، ولا انا شبه معظم الناس اللي داخله اتكلمه وبتعمل بس ماركتنج وادفرتايزمنت مش اكتر، ومجرد اويرنس. فهمت قصدي؟ فهمت قصدك. لا هو فعلا احنا كنا بنعمل عدد مثلا اذا كان ميل او كول او كده كتير علشان النقطة دي. ففي المقابل وهي عشان النقطة دي، وفي نفس الوقت انت عارف برضو السوق السعودي يعتبر معتمد اكتر شوية على التوريدات، فكنا بنعتمد اصلا ان احنا نسجل كموردين بنسبة اكبر. بص خليني اقول لك على حاجه. شفت الصياد؟ مش الماهر بقى، الصيادين اللي هم بيروحوا مثلا في اسكندريه وبورسعيد ويجوا يروحوا فرشين شبكه بالظبط كده كبيره قوي، وهم اه لو سالتي واحد فيهم وقلتي له، اصل في نوعين من الصيادين، الصيادين اللي هم موجودين اللي هو بيفرد شبكه ويلا بينا انا عايز اصطاد اي حاجه وخلاص، لو سالتيه كام سمكه هتعرف ان انت تصطادها، مستحيل يقول لك. كم ايه نوع السمك اللي انت تصطاده، مستحيل يقول لك. بس لو رحت لشخص قاعد كده في مكان هو عارف هو قاعد فين بالظبط، ومعاه السناره وبيرميها في حته معينه، وقاعد مستني ساعتين 3 عشان حاجه معينه او نوع سمكه معين، وقلت له انت هتصطاد سمكه عامله ازاي، هيقول لك في الغالب لا كده لا كده لا كده.
فمعظم الناس اللي بتروح على يلا بينا انا هكلم ناس كتير ومستني، في الغالب الكاستمر لايف تايم فاليو بتاع العميل ده حتى لو اشترك ما بتكونش عاليه. ان العميل يقعد معاك وقت كبير، دي حقيقة. ولما يقعد وقت كبير ياخد معايا سيرفيسز على مدار الوقت ويكسبني واكسبه، غالبا ما بتحصلش مع صيادين السمك. تمام. انما مع ان انا عايز اصطاد عميل بنوع معين بطريقه معينه وامشي معاه ستيب باي ستيب بارادته ولكن بالفريم ورك بتاعي، في الغالب العميل ده بيكمل معايا على طول. يعني خليني اقول لكم بص، ان هي انا النقطة دي كانت أصل حصلت برضو معايا. احنا كنا بنعمل اوديت للعملاء اللي عندنا بتشترك بنسبة ان هي ترجع تشترك تاني اقل من النسبة اللي احنا حاطينها تارجت لينا. فقلنا يمكن مشاكل اوبريشن مثلا، مشاكل في نقطة الشهادات، مشاكل طلع المشكلة مش في نقطة الاوبريشن، طلع ان انا ناسية جزء مهم جدا، ان انا مش بعمل ريسيل للانترستد بتاعت العملاء دي. يعني عميل مثلا هو كان مهتم الفترة اللي جه حجز معايا فيها، حجز BNB مثلا، هو في نفس الوقت العميل ده هيبقى محتاج يعمل اناليسز للمشروع بتاعه، انا معرضتش عليه الخدمة بتاعتي اصلا. فاهمني؟ انا كنت مهتم ان انا اجيب اكبر عدد عملاء جداد، لكن النقطة الأخيرة إن أنا أخليه عميل مستمر معايا أنا ما كنتش حاطة لها بلان قوية. فالنقطة فهمت دي قصدي. حصلت. ما هي العميل لما بيخش، دي فكره ان انت بتشتغلي اكونت بيزد ماركتنج، اللي هو انا بشتغل على اكونت واحد لحد ما احقق اكبر قدر ممكن من الفاليو. بس مش انا لوحدي كسيلز، هو انا كاداره اسمها في حاجه بره مصر اسمها كوميرشال اكسلنس. تمام. كوميرشال اكسلنس دي يعني اي حاجه العميل بيمر بيها او معاها داخل الشركه لازم اوصل معاه ان هي تكمل رحله العميل داخل الشركه من بعدي لاكبر فاليو ممكنه من العميل ده، اديها له ويدهاني. تمام. التايتل دي او الرول دي مش موجوده في الوطن العربي كتير، موجوده بره اسمها كوميرشال اكسلنس. تمام. فالراجل اللي بيكون بتاع الكوميرشال اكسلنس هو مش فاهم في كل الادارات. يعني مش هتلاقيه فاهم مثلا فاينانشال، ولا هتلاقيه فاهم مثلا اكاديميك، ولا هتلاقيه فاهم ازاي العميل بتاعه يوصل لاعلى قدر ممكن من الكاستمر ساتسفاكشن. تمام. ويقدر يطلع منه اكبر قدر ممكن من الفلوس ويديله اكبر قدر ممكن من الفاليو. هو فاهم ده، هي دي لغته. زي المحاسب لغته ارقام، زي الBD لغته توسع. وفي حاله ان السوق مش مستقر، انا عايز انا اللي استقر. تمام. مش عايز اتوسع، بس عايز افضل اكون الشركه بتاعتي انا محاوط عليها بشكل سيفتي علشان ما الشركه ما تتاذيش من الانستيبل اللي موجود في الماركت مثلا. ده لغته. السيلز لغته ان انا ادخل اكبر قدر ممكن من العملاء الماتشد مع الICP بتاعت الشركه بتاعتي. فبالتالي الراجل بقى بتاع الكوميرشال هو بيربط ما بين كل الناس اللي ممكن تتواصل مع العميل من قريب او من بعيد علشان تخلي العميل راضي ويقدر يحقق له اكبر قدر ممكن، مش ماركتنج بس، لا ده كمان اوبريشنال وايز، فاينانشال وايز، كل الكلام ده. ففكره المايند سيت بتاعت الكوميرشال اكسلنس مش موجوده بشكل كبير وفي تكامل الادارات مع بعضها. فانت لما بتدخلي العميل انت المفروض عشان انت فاهمه بقى الحته دي، فانت الهيدك اللي بقى عليكي ان انا اللي بتابع وانا اللي بعمل حتى بعد ما يشترك علشان اشوف هو الساتسفاكشن بتاعته عامله ازاي، ولا هو ساتسفايد ولا لا، مشاكله ايه، احلها له. ولما احلها له وياخد البروجرام معايا ويمشي ويكمل معايا للنهايه، ابدا ان انا ويكون ساتسفايد اخد منه التستيمونيال او اخد منه الفيدباك. ولما اخد منه الفيدباك ابدا اعرض عليه حاجه بتكمل الكورس مثلا اللي خده او الدبلومه اللي خدها. ففكره الحته ديت السيلز مانجر اصلا بتاعك مش هيصبر عليكي في الحته دي. يعني مش لان المايند سيت بتاعته مش كده، انا عايز عملاء جديده. بس العميل اللي موجود دلوقتي هو خد البروجرام وغالبا خلع.
ما هي دي برضو كانت نقطة ان هو لا انا عايز عملاء جديدة، فانا وقتها اتكلمت قلت طب ما دي تعتبر زيرو كوست، فانا ليه ما اشتغلش عليه؟ مم. هي الكوست بتاعتها فعلا ما فيش، انت يا دوبك هتعمل بس ريفرش للداتا اللي عندك وتبدأ تنزل لهم حاجات على حسب الانترست بتاعتهم وقتها، وحاجة بتكمل اللي هو خدها، او هي ستيب الحته مثلا دي نكست لازم ستيب لنفس يكون، الحاجة، فاهم؟ ما الحته دي لازم تكوني قايلاها كفكره للمانجر بتاعك، والمانجر يبدا يعرضها على باقي الكوميرشال ديبارتمنتس في الشركه، علشان في النهايه يبداوا يحطوا سيستم مش انت اللي تشتغل عليه، انت وباقي التيم بتاعك كلهم يحطوها من ضمن التارجتس. دي حقيقة يعني. بس فدي حاجه تانية. بس خليني نرجع للجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي السيل سايكل. ان انت السيل سايكل بتاعتك لازم يكون عندك المايند سيت ان العميل اللي دخل عندك في الفانل ما ينفعش يطلع، ما ينفعش يطلع من الشركه، لازم يفضل موجود في الشركه. طول ما الشركه موجوده لازم العميل ده يفضل موجود. فمش مهمتك انت كسيلز ان انت تخليه يفضل موجود طول ما الشركه موجوده، بس دي مهمه ادارات تانية في الشركه. تمام. الادارات دي بتخلي، ما هو في شخص مسؤول عن ان انا اطلع برودكتس تكمل البرودكتس بتاعتي اللي العميل اشترك فيها، علشان لما يشترك فيها يقدر دي بتكملها ودي بتكملها ودي بتكملها. زي مثلا الشخص اللي بيبيع ثلاجة بس، ما هو مين العميل اللي بيبيع اللي بيجي يشتري منك ثلاجة؟ هو الشخص في الغالب يعني البنت اللي بتجهز نفسها. تمام. طيب ما انت ممكن تبيع لها غسالة وثلاجة، وممكن تبيع لها مثلا لو انت بتتكلم على الحاجات اللي ليها علاقه بالتلج بس، فانت ممكن تبيع لها مايكروويف، سوري، ممكن تبيع لها ديب فريزر. تمام. فانت ممكن تكمل ده عادي جدا مع نفس العميل، حاجات بتكمله وحاجات بتابجريد. الديب فريزر بيابجريد الاستخدام بتاعه. لو انت بتعمل على حاجات مثلا سخنه زي البوتاجازات مثلا، وبتبيع بوتاجازات، فانت عندك مايكرويف. لو انت بتبيع غساله فانت عندك غساله اطباق مثلا. تمام. فعندك حاجات تقدر تابجريد بيها استخدام العميل، وحاجات تقدر تكمل بيها تخلي العميل يكمل معاك، لان هو لما اشترى غساله تقدر مع شخصيه العميل، لو معظم اللي بيجي لك مثلا هم بنات بتجهز نفسها، فانت تقدر، او ستات بتجهز بناتها وهكذا، فانت تقدر ان انت تجيب منتجات تانية، ومش شرط ان انت تكون لازم ان انت اللي بتصنعها، ممكن تعمل بارتنرشيب مع ناس تانية تقدر ان هي تكملك. زي مثلا انيجما عامله بارتنرشيب مع تولز معينه، زي اداه معينه. الاداه ديت اسمها ابميفاي او اي بي ام فاي. ديت اداه بتعمل لينكد ان اوت ريتش بديله لدريبيفاي وارخص من دريبيفاي مثلا. احنا عاملين مع الاونر ومع الشركه بارتنرشيب. ليه؟ علشان العميل اللي اشترك معايا هو محتاج، انا لما اجي اشتغل هحتاج اشتغل له على لينكد ان. تمام. فهيكون كويس جدا ان انا بدل ما اشتغل له على لينكد ان بدريبيفاي واعلي عليه السعر، فانا ممكن اقلل عليه السعر شويه ببروفيت مارجن بتاعي اعلى، واقلل برضو السعر عليه، واقول له بدل مثلا 1000 $1200 اقول له $1000 مثلا للاوت ريتش على لينكد ان، عشان اعمل لك مثلا كونفرجن معين وبلا بلا بلا وهكذا. مثلا يوكاس دي شركه من الشركات العملاء اللي معانا في انيجما، واستغلناهم عشان البلان بتاعتنا ان كل العملاء اللي جايه خلال السنه جايه من السعوديه شركات ساس مثلا. فدي البلان بتاعتنا. فانا العملاء اللي هتجيلي هي عملاء محتاجه، لان العميل السعودي محتاج مكالمات هاتفيه. فتمام، يوكاس معانا وكل كلاود سيستم اقدر ان انا اشتغل له العملاء بتاعتي بنسبه ديسكاونت معين، بدل ما يروح لشركه تانية وهكذا. فانا اقدر اعمل بارتنرشيب في انيجما تكمل البرودكتس بتاعتي.
واقدر لما اجي احطها في ايكو سيستم مع العميل، العميل يفضل مكمل معايا وساتسفايد، بدل ما يطلع من عندي يروح لحاجه تانية، لا هو انا لسه زنقه عندي، ما بيطلعش من عندي خالص. تمام. فدي مهمه الكاستمر ساتسفاكشن والكوميرشال اكسلنس في الشركه. بس احنا رحنا جانبي بشكل كبير، بس كنت عايز افهمكم الحته بتاعت السايكل او السيل سايكل بتكمل معايا لحد فين، مش بس ان انا اكلوز، ده في افتر سيل سيستم لازم العميل يمشي بيه. عندكم اي سؤال او استفسار؟ لا انا تمام. طب مقتنعين باللي انا بقوله؟ تمام. اه وانا مقتنعة بيه عشان يعني مريت بيه، فحاسة ان هو لا ده فعلا كان الحل اللي المفروض يتم وقتها. طيب احمد مقتنع. عبد الرحمن. بس السيلز، بس الكلام اللي انت بتقوله محتاج تطبيق كتير ولسه ما وصلش التطبيق ده. اتفق طبعا. خليني اقول لكم على حاجه، ان كل اللي احنا بنتكلم عليه ده، انا ليه بتكلم عليه؟ علشان اوعيكم لحاجه زي كده لو ما فيش الوعي ده. تمام. طيب ليه انا بقوله؟ علشان انت كجي تي ام انجينير، او كحد محتاج ان انت بعد كده لما تكون جي تي ام انجينير، فانت محتاج تكمل المنتج بتاعك اللي انت بتقدمه، بدل ما هو جو تو ماركت استراتيجي، لا ده انت ممكن كمان بنفس الاي اي سكيلز اللي معاك تقدر تعمل كاستمر ساتسفاكشن سيستم بالاي اي، لان انت فاهم السايكل اللي المفروض العميل يمشي فيه. فانت مش بس كجو تو ماركت استراتيجي، انت كمان اي اي فور كاستمر ساتسفاكشن او كوميرشال اكسلنس، فانت فاهم السايكل، فتقدر تكستمايز على مشاكل البيزنس اللي انت داخله، او مشاكل البيزنس اللي انت داخل تحلها. قاعد مع العميل في البريف ميتنج، فانت ممكن هو ما يكونش عنده مشكله في الجو تو ماركت استراتيجي بتاعته، وهو اوريدي بيعرف يعمل ميتنجز، ولكن عنده مشكله بعد الكلوزنج العميل ما بيكملش معاه 3 شهور وبيمشي. فانت لازم تمشي الاوبريشن سايكل دي كلها مع العميل. اما انت بتكرر حاجه من الاثنين، لو انت عندك السكيلز اللي تقدر تحل له بيها المشكله، فانت ممكن تكون بتكملها معاه عادي، او اما ان انت عندك حتى السكيلز وعايز تروح لتخصص معين هو الجو تو ماركت استراتيجي، لو هو ما عندوش مشكله فيه، فانت خلاص العميل ده مش بتاعك، فانت اللي عندك الاختيار. انا بكلمك ده علشان اللونج تيرم بتاعك لما تيجي بعد السنه وعايز تشتغل مع عميل از فريلانسر، وعايز تنجح في الحته بتاعتك، انت بتعرفه ان انا اكسبرت مش بس في الحته بتاعت الجي تي ام، ومش بس انا جي تي ام انجينير، انا اقدر من السايكل بتاعتك انت ما بتقعدوش بده، بس لما تفهم المشكله بتاعته قول له ان انا بالتولز اللي انا بشتغل بيها اللي اكس واي وزد اقدر ان انا احل لك المشكله ديت، ومش بهيومن، انا اقدر اعملها لك بالاي اي. ايه رايك نقدر نعمل ام في بي مع بعض في حاجه زي كده؟ لو نقدر اقدر ان انا ارسم لك رود ماب على الورق لطريقه التنفيذ والشكل اللي احنا ممكن نطبقه علشان نحل المشكله دي بزيرو هيومن. ايه رايك في فكره زي كده؟ فهو هيحب الفكره، فهيحب ان هو طب يلا بينا نروح نطبقها، فتعمل له الرود ماب رسمه بس كده كورك فلو كسايكل على ايا كان التول اللي هتستخدمها عشان ترسم عليها السايكل. تمام. فميرو مثلا، فانت بترسم السايكل ليه وبتبعتها له، وبتبدا تحط له افريج للبروجكت فيز. تمام. وتبدا تتناقش معاه وهكذا، خدت الموافقه بتبدا على تقسم البروجكت فيز على تايم لاين معين. التايم لاين دوت على بعد مثلا ما بتسلمه جزء معين، فالجزء ده لما بتفنشه بتاخد دفعه، والجزء الثاني لما بتسلمه بتاخد دفعه ثانيه، وهكذا، وبتمضي ليجل كونتراكت عشان تضمن حقك. تمام. فانت اي مهنه بتعتمد على الابتكار، لو خصصت نفسك فيها مع العميل، بالذات لو انت بتارجت ستارت ابس زي الجي تي ام. الجي تي ام في الغالب هو بيتارجت ستارت ابس. تمام. الكوربريتس بتارجت الكوربريتس في حاله ان هم عندهم برودكت جديد او نيو برودكت وعايز يعمل ليه جي تي ام استراتيجي بالاي اي، فانت تقدر تساعده في حاجه زي كده، بس دول مش كتار. تمام.
ولازم لك بورتفوليو قوي جدا عشان من الستارت ابس عشان تعرف تابجريد نفسك وتشتغل للكوربرز وتكون متخصص بس في الحته بتاعت الجي تي ام. فعايز تتخصص في الحته دي اب تو يو. عايز تكون حد قادر ان انت تحل مشاكل بالاي اي كلها ليها علاقه بالكلاينت، دي برضو اب تو يو. تمام. فانا لما باجي اقول لك انا بقول لك على الحته التكامليه ما بيني وبين ربنا، الحته التكامليه اللي تخليك انت لما تقابل عميل بعيدا عن الجي تي ام وجزئيه الجي تي ام انت قادر برضو تطبق له حل المشاكل بتاعته بالاي اي عادي جدا. اهم حاجه ليها علاقه بالعميل والكاستمر ساتسفاكشن. فاهمين قصدي؟ تمام. طيب خلينا نروح للسلايد اللي بعد كده. السكرين ظاهره صح؟ اوكي. طيب علشان تقدر، ودي حاجه كانت كنا اتكلمنا فيها، هدى كانت اتكلمت فيها، وهي الجزء بتاع ريليشن شيب بيلدينج والكونسلتيف سيلينج. الكونسلتيف سيلينج والريليشن شيب بيلدينج علشان تحصل صح انتوا محتاجين تعملوا 5 حاجات. 5 حاجات مهمه جدا جدا جدا، وده مش كلامي، ده كلام سيلز فورس، كلام هاب سبوت، كلام بنتكلم على هارفارد بزنس ريفيو، كلام الناس التقيله في البيزنس زي جوردن بيلفورد الستريت لاين بريزويشن سيستم اللي هو عامله، او الستريت لاين سيل سيستم اللي هو عامله، اللي نجح وباعه بملايين الدولارات لاكتر من شركه وبيعمل تريننج وهكذا، وعنده سيلز سكول بتاعته اللي نجح بيها ولقب ذا وولف اوف ذا وول ستريت وفي امريكا وهكذا. فهو الحاجات دي ميكس ما بين كذا حاجه، فده مش كلامي انا كنادر. والميثودولوجي اللي احنا بنتكلم بيها كسكرابنج ذات سكيلز هو مش ابتكار نادر او ابتكار انجما، هي مزيج ما بين كل المدارس اللي اقدر ان انا لما اجي اميكس ما بينها اقدر ان انا افت، او هي دي اللي هتفت مع طبيعه العميل اللي انجما بتتعامل معاه وطبيعه العميل اللي عميل انجما بيتعامل معاه. تمام. طيب فانت محتاج 5 حاجات مهمين جدا. خلينا نقول ان كل المحاضرات في الفيز الاولى هي محاضرات تكون المايند سيت بتاعتك ببيزكس لازم تكون عندك، ما عليهاش اي حاجه عمليه غير التاسك اللي انت بتعمله على انجما. تمام كده. طيب فاول مهمه او اول حاجه لازم تعملها وهو listen، ان انت تكون لازم تسمع العميل بشكل كويس جدا، ولازم تسال open questions، اسئله مفتوحه عشان تفهم الكاستمر شانلز سوري التشالنجز. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه وان انت تبيلد تراست، امبسي، هونستي، وان انت تكون فيدباك كويس. الفيرست امبريشن كويس جدا، ده بيبيلد تراست. تكون صادق مع العميل وشديد الشفافيه مع العميل وانت بتتكلم معاه، ده بيبيلد عند العميل امبريشن ان انت اكسبرت وان انت كونسلتنت. تمام. طيب لازم تأوفر فاليو، لازم تأوفر فاليو قبل ما تقفل او قبل ما تبيع، قبل ما تروح للجزئيه بتاعت يلا بينا للكلوزنج. لازم العميل تحس ان هو حس بالفاليو ديت، حس بالفاليو اللي انت بتقدمها. ابدا في الكلوزنج استراتيجيز بتاعتك او الكلوزنج استراتيجي اللي انت هتتبعها مع العميل ده. تمام. الجزئيه الرابعه ان انت لازم تستخدم ستوري تيلينج علشان تجذب العميل وتحسس العميل ان مش هو لوحده اللي عنده المشكله، ومش هو لوحده اللي انت بتقدم له الحل ده لاول مره، لا ده انا نفس الحل قدمته لعميل شبهك اسمه كذا، والعميل ده مشينا معاه في سايكل معينه لحد ما حلنا المشكله، ودي التستمونيال بتاعت العميل بعد ما اشتغل معانا لمده سنه. فدي ستوري تيلينج مهم جدا تكون متقنها كويس جدا لما العميل يحس ان لا انا مش متردد. فلازم تقدم له الكاستمر ساتسفاكشن او تقدم له الكاستمرز لايف عندك في الشركه عامله ازاي. تمام. طيب مهم جدا ان انت تقدم مع العميل
البيست شورت رول بلايز علشان تقدر مع العميل ده تاخد منه فيدباك على كل مرحله انت بتمشيها مع العميل ده. يعني انت وانت بتتكلم مع العميل حاول تربط بشكل كبير المشكله اللي عنده بالسيستم والسيستم بتاعك بيحلها ازاي. يعني والله احنا في الشركه عندنا بنجيب ليدز كتير قوي، وفي النهايه وتعاملنا مع شركات كتير، الشركات دي كلها بتجيب لنا ليدز ولكن الكونفرجن ريت ضعيف. طيب خلينا يعني لما تيجي تتكلم معاه في الحته دي، طيب من وجهه نظرك شايف المشكله دي سببها ايه؟ هل سببها ان الليدز مش كواليفايد، ولا سببها ان الابروتش مش افضل حاجه فالكونفرجن ريت بتاع الميتنج من الليد للميتنج مش افضل حاجه؟ وسيبه يتكلم، ده اوبن، ده اسك، ده اوبن كويستشن. فانت بتساله علشان تعرف جذور المشكله فين، مش يجي يقول لك كذا لا يا باشا، ده احنا بنقدم كواليفايد ليدز، الكواليفايد ليدز قدمناها لعملاء شبه كتير جدا زي كذا وكذا وكذا. انت اتبعت استراتيجي صح بس في توقيت غلط، اتبعت ستوري تيلينج واتبعت فاليو واتبعت تستمونيال صح بس في وقت غلط. العميل مش محتاج ده في الوقت ده، العميل دلوقتي محتاج ان هو يفكر معاك في هي فعلا المشكله ممكن تكون فين. تمام، المشكله في الغالب هتكون فين، فانت لازم تخلي العميل هو اللي يقول جذور المشكله فين بالاوبن كويستشنز اللي انت بتسالها له. والاهم ان انت ما تسالش اوبن كويستشنز كتير قوي، لان في الغالب الاوبن كويستشنز ديت لو كتير العميل هيمل منك. انت لازم تسال الاسئله الصح في الوقت الصح. يعني حاجه زي اللي هو بيقول عليها احنا عندنا اتعاملنا مع شركات كتير جدا وللاسف ما بقيناش نتعامل بسبب ان الليدز كتير والكونفرجن ريت للميتنجز قليل قوي. احنا بيكون التارجت بتاعنا مثلا 30 ميتنج في الشهر، بنحقق منهم 15 20 بس. فبالتالي مش بيعيش لنا شركه تقدم لنا ليدز. طيب من وجهه نظرك، من وجهه نظر حضرتك شايف المشكله دي الكونفرج وتعيد عليه المشكله اللي هو قالها غالبا ممكن تكون سببها ايه؟ فيبدا يفكر معاك، وحاول ان انت وهو بيقول لك تقول له مثلا قال لك هي ممكن تكون مشكله في ان الليدز بيقدموها لنا على اكسل شيتس مثلا، فالاكسل شيتس الليدز بتكون كتير فانا ممكن تقع مني ليدز. تقول له حلو قوي، طب انتوا ما فيش سي ار ام كنتوا بتستعملوه قبل ما بتتعاملوا مع الشركه؟ يجي يقول لك لا احنا بنتعامل اصلا على سي ار ام، بناخد الليدز من الاكسل شيت او جوجل شيت اللي الشركه بتديها لنا، واحنا بنبدا نكلمها نحطها على السي ار ام وبعد كده بنبدا نكلمها. انت هنا عرفت ان في فقد. الليد لما بتتنقل من مكان لمكان غالبا الفاليو بتاعت الليد ديت مع الوقت بتفقد قيمه الليد نفسها. فممكن يكون الشركه جايباها الليد بكواليتي كويسه، ولكن علشان النقله اللي حصلت الكواليتي دي قلت. هتلاقي في معلومه نقصت، لان الفريم ورك اللي موجود في جوجل شيت غير اللي موجود على السي ار ام، فالسيلز وهو بينقلها مانيوال. ففي حاجات هو لما بيجي بيحطها مثلا في النوتس، ولما بيفتح الليد غالبا ما بيشوفش النوتس مش ظاهره له مثلا. ففي الغالب النوت اللي محطوطه قدام وظاهره في الجوجل شيت مش ظاهره له، ظاهره في السي ار ام. فبالتالي ما بياخدش باله من النوتس ديت ان لازم يخلوا باله منها قبل ما يكلم العميل مثلا، فبيحصل كذا. فدي ميستيك، بس ما بفترضش كده مع العميل، انا بسالها له كسؤال. طب تفتكر ان ممكن من النقله دي ممكن يكون في ميستيكس حصلت زي كذا وكذا؟ يجي يقول لك لا ما هو اللي بينقلها بكذا كذا. فانت عرفت ان خلاص الحته دي لما تيجي تعترض على التيم بتاعه لا، ده ريد فلاج بالنسبه له. خلاص ما تعترضش على التيم بتاعه تاني، او ما تعترضش عليه بالطريقه دي. تمام، لازم تحط الهيدك على الشركه اللي هي اوريدي كان التعامل مش افضل حاجه ما بينهم وما بين بعض، تحط الهيدك عليها وتنقلها للشركه بعد التجربه. لما تيجوا تتعاملوا مع بعض
تنقلها على الشركه بتاعته بشكل لطيف. فاهمين كده الحته دي؟ فاهمين كده الجزئيه بتاعت الكونسلتيف سيلينج؟ هي مفهومة، بس انا عندكم بس عندي نقطة في نقطة ان انت قلت على موضوع التيم، يعني ان هو ما تبينش ان في مشكلة او كده، صح؟ ما تبينهاش بشكل مباشر زي ما انا بينتها في السؤال، اللي هو تفتكر ان ممكن يكون في مشكله في نقل البتاع من التيم، امم ان انت تقوليها صريحه. ممكن يكون هو زمزق بسبب حاجه زي كده. انت من اولها ومن قبل ما تتعاقد بتقول لي المشكله في التيم. عندك حق فعلا. تمام، اوكي. ممكن يعترض على الحته دي. انا بتكلم على المايند سيت بتاعته هو، ما احنا بنتعامل على المايند سيت بتاعته وعقليته وشخصيته. اعترض معايا على الحته دي، بروح لطريق تاني اقدر اوصل بيه لنفس النقطه من غير ما يحس، بس الطريق ده بقى بشكل غير مباشر. عندكم اي سؤال او استفسار في الجزئيه بتاعت الكونسلتيف سيلينج؟ هي حلوة بس طويلة أوي ومحتاجة تدريب قاسي يعني. ده حقيقه، وعشان كده في جزئيه كنت اتكلمت فيها مع قاضي، وهي جزئيه المكالمات. عشان تكونوا متقنين لجزئيه المكالمات، عشان تعرفوا المشاكل ايه، لازم تجربوها بنفسكم. تمام. وانت بتجربها بنفسك، انت ما بتجربهاش از ان ديت لازم مطلوب منك ليها كي بي ايز وميتنجز وبتاع. انت لازم تجرب الكونسلتيف سيلينج رول، وتعمل رول بلاي على عملاء حقيقيين، عشان تقابل يوز كيسز واعتراضات حقيقيه، فتبدا تحلها، فتتقن الطريقه نفسها، بغض النظر هتشتغل بيها ولا لا، لان انت هتعتمد عليها في الورك فلوز اللي انت هتبنيها بالاي اي. امم فلازم تكون فاهم قصدي. متقنها بالشكل التراديشنال. مثلا الجزئيه بتاعت الليدز، ما احنا عندنا طريقه ان انت تجيب الليدز بشكل اوتوميتد، بس انت لازم تجيب الليدز بنفسك وتاهلها بنفسك الاول، علشان تكون عارف ترسم الورك فلو بتاعت الليدز والليدز الكواليفايد. فاهمين قصدي؟ تمام. قاضي يا عبد الرحمن، عندكم اي سؤال او استفسار؟ لا انا تمام. لا تمام، هي بس جديدة عليا عشان أغلب شغلي كان أوفلاين ودايركت يعني. بص، هو كده كده الشغل بيوصل لاوفلاين، ولكن عشان تروح للاوفلاين مع العميل محتاج ان انت تشتغل معاه بالتوناليتي وبالاحساس وبالطريقه ومن ورا الكاميرا او من ورا الشاشه يعني. فاهمك يعني الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها هي طريقه ان انت اللي بتروح للعميل، مش العميل اللي بيجي لك. فاهم قصدك. فلازم تشتغل معاه بالطريقه وبالميثودولوجي وبالفريم ورك اللي تخليه في النهايه يروح بارادته للحاجات اللي انت عايزها. طيب، خلينا اوريكم الكونسلتيف كول فلو عامله ازاي، وبعد كده هناخد سامبل لمايكرو رول بلاي سريعه على الجزئيه دي. تمام. طيب، الفلو بشكل سريع هو ان انا بيكون متقسم معايا لخمس او 5 ستيجز. الستيج الاولى وهي الاوبننج، الستيج الثانيه وهي النيد ديسكفري، الستيج الثالثه وهي الفاليو ديليفري، الستيج الرابعه وهي الاوبجكشن هاندلنج، الستيج الخامسه وهي النكست ستيب. تمام. طيب، الستيج الاولى انت المفروض من المتعارف عليه ان انت تانتروديوس نفسك والشركه وتبيلد الكويك رابور. دي حاجه هنتكلم عليها قدام لما نروح للمكالمات. تمام. انا بس ببني عندك الفلو نفسه. تمام. طيب، زي مساء الخير، صباح الخير، مستر كذا معايا. تمام، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. معاك نادر العوضي من شركة انيجما. احنا باختصار علشان ما اضيعش من وقتك، احنا شركة متخصصة في كذا كذا كذا، واتعاملنا
عندنا خبره في الجزئيه ديت، اتعاملنا مع اكتر من كذا كذا كذا، وجايين علشان نساعدك في 1 2 3. عندك 5 دقايق من وقتك ممكن نتكلم فيهم مع بعض او ندسكاس فيهم مع بعض. ده جزء من الكويك رابور اللي انت بتعملها. طبعا بعملها بشكل سريع جدا بارتجال، ولكن احنا لما بنعمله احنا بنعمله على شخصيه العميل نفسه. في شخصيات عملاء معينه ما ينفعش تيجي تقول له اخبارك ايه وانت لسه ما يعرفكش، تمام؟ وعملاء تانيين عادي هم اساسا بيتعاملوا فريندلي في المكالمات، فعادي ان انت تقول له كده وعادي ان هو يسالك بعد كده. مش هيسالك بشكل اجريسيف انت مين او جايب رقم منين او الكلام ده، لان هو كده كده بيتعامل بشكل فريندلي يعني، تمام؟ في عملاء تانية لا، لو اتعاملت معاه بالطريقه دي، الطريقه نفسها السكريبت بقى اللي احنا بنقوله، الحته بتاعت قاضي هي الحته دي. الفلو بتاع المكالمه بيمشي ازاي؟ انا بقول لك انت بتعرف نفسك وبتعرف شركتك وبتبيلد كويك رابور. انت بيزد اون البيرسوناليتي اللي انت بتحللها بتبدا تبيلد الاوبننج، تمام؟ وبتراجعه معايا، وبعد كده بديك الابروف ثم تعمله مع الكلاينت، تمام؟ تاني ستيج وهو النيدز ديسكفري. هنا انت بتبدا تاسك العميل اوبن كويستشن. زي اول كويستشن ممكن تساله زي مثلا سؤال لو احنا عملنا على انجما يعني، تفتكر ايه اكبر مشكله ممكن تكون بتواجهكم في الجزئيه بتاعه البي تو بي هوت كواليفايد ليدز؟ تمام؟ او بلاش، ممكن تبدا بجزئيه ان انت تقول له كلمه مشكله. انت ممكن تقول له ممكن لو تعرفني ايه الطرق الحاليه ان شركه كذا، او تقول له اسم شركتك بتجيب بيها هوت كواليفايد ليدز. هيبدا يعرض عليك احنا بنشتغل بكذا وبنشتغل بكذا وبنشتغل بكذا وبنشتغل بكذا. طيب هل الطرق اللي هي 1 2 3 وبتعيدها معاه بتحقق لكم الجولز او الاوبجكتيفز والكونفرجن ريتس اللي محطوطه، ولا محتاج نعلي من الكواليتي بتاعتها؟ فبيبدا يقول لك اه او لا وبيكمل معاك وهكذا. فانت ديت الجزئيه بتاعت النيدز ديسكفري. بعد كده انت من النيدز ديسكفري انت المفروض تاندرستاند التشالنجز والجولز او الاهداف بتاعته والتحديات اللي هو بيواجهها. بتبدا تلمس معاه، ما بتقولوش طيب احنا بنقدم 1 2 3 4 5 6 وشايفين ان احنا ممكن نخش ميتنج مع بعض. والله ما هيدخل، مش هيدخل معاك. انما لو قلت له عظيم جدا مستر قاضي مثلا، بناء على الديسكشنز بتاعتنا في المكالمه، ايه رايك او انا شايف بناء على خبراتنا ان نقدر نساعدكم في حل 1 2 3 اللي احنا اتكلمنا فيها خلال المكالمه. هل متفق ان دي فعلا مشاكل محتاجين ان احنا، او دي تشالنجز محتاجين ان احنا نحلها؟ اه. طيب ايه رايك في الحل ده؟ وتبدا تقول له الحل وتقول له الار او اي من الحل ده يقدر يساعدنا في 1 2 3. ايه رايك في الحل؟ اه والله ده حل منطقي وكويس جدا، بس احنا ازاي نقدر ننفذ الحل؟ فهتبدا تقول له عظيم جدا. عشان نروح للجزئيه بتاعت ازاي نقدر ننفذ الحل، فايه رايك لو نخش ديسكشن ميتنج، اونلاين ميتنج او حتى فيزيكال ميتنج؟ انت طبعا ما بتعرضلوش اونلاين وفيزيكال، انت بتشوف هو بالنسبه له بناء على شخصيته اللي بالنسبه له اونلاين تمام ولا فيزيكال تمام، بس من غير ما تسالها له، تمام؟ فتيجي تقول له طيب ايه رايك، انا بحاول اروح معاكم للمايكرو رول بلاي يعني، تمام؟ السيناريوز لكل ستيج او لكل الستيج في الفلو. فانت هنا ايه رايك لو نخش ميتنج لمده نص ساعه عن طريق جوجل ميت، نخش نص ساعه ندسكشن في ازاي نقدر ننفذ الحل ونشخبط ولحد ما نوصل للبيست براكتس اللي فعلا بالنسبه للشركه ده اكبر فاليو ممكنه. ايه رايك؟ يناسبك امتى خلال يومين الجايين؟ لو بتكلم تايتل كبيره يناسبك امتى خلال الاسبوع؟ هيبدا يقول لك يعني ممكن مثلا خلال اسبوع، ممكن مثلا على يوم الاربعاء. حلو قوي. يناسبك الساعه كام؟
فهيبدا يقول لك طيب خلينا اشوف الجدول بتاعي. طيب هتحب تشوفه احنا مع بعض ولا ممكن اتابع معاك واتساب؟ فيجي يقول لك طيب خليني ان انا اشوفه. لو انت عرضت عليه الاثنين هيروح دايما للراحه، للكومفورت زون بتاعه. الراحه بتاعته فين؟ ان هو ما يفضلش معاك في المكالمه ويفكر معاك في المكالمه. الراحه بتاعته ان هو يكلمك واتساب. انها ممكن تعرضها معاه. طيب يناسبك الساعه كذا ولا الساعه كذا؟ فهيبص على الكالندر الساعه كذا والساعه كذا مشغولين. طيب يناسبك الساعه كام؟ فيبدا يقول لك ساعه، في الغالب هيقول لك ساعه. حلو جدا. طيب ممكن ابعت لك واتساب دلوقتي تبعت لي الايميل بتاعك علشان ابعت لك ميتنج انفيتيشن في الميعاد الساعه كذا اليوم كذا الساعه كذا على جوجل ميت. تمام؟ هيقول لك تمام. خلاص انا شكرا جدا لوقتك. انت طبعا خلاص انت اديت له الفاليو، رديت على الاعتراضات بتاعته، سمعت اعتراضاته كويس على الحل، وابتديت تاخد معاه الميعاد اللي هو النكست ستيب. تمام؟ فانت خدت معاه الميعاد. شكرا جدا لوقتك، انا سعيد جدا بالمكالمه مستر كذا، وان شاء الله اتمنى لك يوم سعيد، و I'm looking for our meeting ان شاء الله يوم كذا الساعه كذا. هبعت لك حالا على الواتساب. شكرا جدا لوقتك، مع السلامه. وبتقفل معاه. فانت هنا اشتغلت معاه كونسلت في كول فلو بالشكل البيست براكتس بتاعته. تمام كده؟ عندكم اي سؤال في الحته بتاعت الفلو والرول بلاي بتاعته؟ الحاجات دي احنا هنروح لها ان ديبس وهنطبقها مع كل واحد ما بيننا وبين بعض. بس انا بتكلم دلوقتي على الفريم ورك والفلو. فاهمينها؟ فاهمينها بس محتاجه تطبيق يا نادر. يعني انا عمري ما جربت سيلز كول قبل كده بصراحه. جربت خلال ايميلات وهم جوستد مي. يعني احنا وصلنا لمرحله ان احنا نسيت ميتنج وبعد كده اختفى خالص، اختفى وما بقاش يرد. اوكي. بص، هو اي حاجه غير المكالمات مع اي حد او مع معظم الناس في الغالب هتكون ان انت بتتكلم معاه وانت مش ضامن، لان هو ورا الشاشه انت ولا شايف احساسه ولا شايف ممكن او تقدر تستنبط هو بيفكر في ايه، تقدر تكتشف هو بيعمل ايه. مش عارف هو مشاعره ايه دلوقتي، فتقدر تحدد معاه ولا ما تحددش. فانت مش عارف هو بيفكر ازاي، مش قادر تعرف التوناليتي بتاعته، مش قادر تعرف كل الكلام ده. فانت حتى لما بيهرب منك انت مش قادر تعرف السيتويشن او السبب اللي مخليه ان هو هرب منك. مظبوط؟ لذلك افضل حاجه ده البيست براكتس ان انت تكلم العميل في التليفون. طيب بعد كده ان انا بحط سكريبت، ومش مره واحده، مش بايميل واحد، ان انا بحط ماركتنج او ايميل ماركتنج كامبين بسيكونس علشان امشي العميل بسايكل معينه، واقدر اوقف السيكونس على ايميلات معينه وبيكمل مع الايميلات الثانيه اللي انا مش فاهم الستيجز بتاعتها او السيتويشن بتاعتها من الايميلات بتاعتي. والناس اللي فهمت السيتويشن بتاعتها ببدا احطها في سيكونس ثاني لوحدها، وهكذا. ببدا اعمل سيكونسز من السيتويشنز اللي بتطلع لي، من الكليك ثرو ريت، من الريبلاي ريت، من مثلا وهكذا الريبورتس اللي بتطلع لي. بقدر ان انا اطلع منها مين العملاء المهتمه والعملاء اللي مش مهتمه، والعملاء السيتويشنز بتاعتها مش معروفه، من الايميلات والريبورتس اللي بتطلع لي، وابني سيكونسز مختلفه على اختلافات السيتويشنز المختلفه اللي موجوده قدامي. هنا العميل بتاعي انا قادر ان انا احكمه من الايميلات. فهمت قصدي؟ انما ان انا ابعت بالك ايميل مره واحده لكله، في الغالب حتى لو فهمت السيتويشن وكملت مع عميل في الغالب ما بقدرش اكمل مع كله. تمام. بس احنا هنتعلم ده في الجي تي ام هنا، صح؟ مظبوط. انت سواء الايميل ماركتنج ان ديبس وهتنفذه بنفسك، وهتنفذه بنفسك اوتوميتد، وهتنفذه بنفسك مانيوال. تمام؟
والجزئيه بتاعت لينكد ان هتنفذه مع نفسك مانيوال، وهتنفذه مع نفسك بالاي اي او اوتوميتد. نفس الكلام بالنسبه للمكالمات، هتنفذها بنفسك، وهتعرف ازاي عشان تعرف الورك فلو او الفريم ورك المفروض بيمشي ازاي، عشان بعد كده عظيم. تقدر تستنبط المشاكل عامله ازاي. بس دي المرحله الاولى. المرحله الاولى مهم جدا ان انت تفهم البيزكس. هل انتوا بقى فاهمين البيزكس ولا لا؟ محتاج اشوف المحاضره مرتين ثلاثه. جامد. اوكي طيب، قاضي وعبد الرحمن وهدى. لا، انا الدنيا معايا الحمد لله لحد الان تمام. بس نفس البوينت اللي كان بيتكلم فيها باشمهندس احمد، ان انت محتاج بقى تبدا تشوف الحاجه دي، ان انت تطبقها، فاهمني؟ لكن ان كنوليدج الدنيا تمام. اوكي حلو قوي. طيب خلينا نقف لحد كده، هنكمل المحاضره دي بكره، ونقف لحد هنا علشان شايف ان يعني قولوا لي انتوا برضو. انا شايف ان المحاضره كده محتاجه تتذاكر الاول لحد هنا. انا مش هطلب منكم تاسك غير ان انتوا تذاكروها كويس جدا، وتبعتوا لي على الواتساب فويس نوت ملخص المحاضره بصوتك من اللي انت فهمته. والديدلاين بكره بكره اللي هو لحد الساعه 2 ده الديدلاين. وده تاسك غير التاسك اللي المفروض بتاع نهايه المحاضره اللي انتوا هتاخدوه بكره. لان في تاسك المفروض على نهايه البرزنتيشن ده مطلوب، واللي على كليك اب مطلوب. لا، اللي انا بطلبه منكم التاسك ان انت تسمع السيشن كويس جدا، تذاكرها كويس جدا جدا، وبعد كده تعمل لي فويس نوت على الواتساب جروب، تمام، بتاعنا، تقول لي اللي انت فهمته وتشرحه بطريقتك مش بطريقتي، براحتك انت. وعايز الفويس نوت ما تعديش الدقيقتين، وتكون لما بكل اللي احنا اتكلمنا فيه. تمام. عندكم اي سؤال؟ لا، ربنا يبارك لك بصراحه. حبيبي. بس المحاضره النهارده دسمه. النهارده دسمه وامبارح كانت دسمه، كل بس مره اظن هتلاقيها انها مش دسمه. هتيجي في دقيقتين خالص. يعني انا حاسه ان احنا هنبقى محتاجين نقول تفاصيل اكتر من كده، فدقيقتين مش عارف يعني. ما انا عايزها في دقيقتين علشان انتوا اللي بيلخص. هقول لكم على حاجه، لما تيجوا فاهمين حاجه كويس قوي وتيجوا تلخصوها، هتواجهوا صعوبه في ان انت لما تيجي تلخصها وتيجي التست هتلاقيها 5 دقائق. طيب لا، انا محتاج ان انا اركز اكتر في السكريبت اللي انا بكتبه، في للريكورد نفسه. الريكورد اللي انا بعمله، انا عايز الريكورد ده خلال دقيقتين. فانت بتبدا تمينيمايز من الكلام وتماكسمايز من الفاليو بتاع الكلام. انت ممكن ترمي كلمه، الكلمه دي تفهمني سايكل، بس وفرت بيها دقيقتين، تمام. بس انا فهمت انت تقصد ايه، تمام. مش لازم تشرحوا لي كل تمام. حاجه بالتفصيل، انا محتاج كل التوبكس اللي اتكلمنا عليها بالتفصيل، تفهمني اللي انت فهمته. يعني مثلا ما تجيش تكلمني عن الكونسلتيف سيلينج وتيجي تقول لي 3 ستيجز بس وما تشرحليش كل ستيج. لا، انا محتاجك تشرح لي كل ستيج من الفلو، ومثلا كل ستيج من الفلو، وتقول لي الستيجز كلها، ما تنقصليش حاجه. تكلمني عن السيلز بايب لاين ماشيه ازاي، تكلمني عن يعني ايه سيلز، دي التوبكس اللي احنا اتكلمنا فيها. تكلمني يعني ايه قيمه، تمام. فمحتاج كل ده تذاكره كويس جدا، تلخصه مع نفسك كويس جدا اكتر من مره، وده هيخليك تفهم المحاضره صح وتفهم اللي ورا المحاضره صح. فلما تيجي تلخص مره واثنين وثلاثه وتلاقيها اعلى من دقيقتين، وتيجي بعد كده لحد ما تعملها لدقيقتين، هتلاقي نفسك فاهم المحاضره يمكن اكتر مني، وهتعرف تشرحها بعد كده اكتر مني، ويمكن عملت الرول بلاي مع نفسك عشان قادر. ما انت ادام فهمت الفلو وعملت الرول بلاي حتى لو مع نفسك، هتقدر ان انت تعملها بكل سهوله. ما انت فهمت المغزى منها عامل ازاي. فهمت قصدي؟
بلس هي فاهم قصدك. برزنتيشن سكيل، اه بلس ان فهمتك. انت لما لما تيجي تبني سكريبت انت هتروح مينيمايز الكلام، ماكسمايز البروفيت، ماكسمايز الفاليو. فلما تيجي تبني سكريبت او ايميل ماركتنج، او تيجي مثلا تبني لينكد ان ميل مثلا سكريبت، او تيجي تكتب كول سكريبت، كل الكلام ده هتعرف تعمله باحترافيه مع قدام، مع تطبيقك للتاسكايه دي اكتر من مره، لان انت عرفت بقيت متمرس لان انت ازاي تفهم الحاجه وتعرف تلخصها وتعرف توصل الفاليو منها مهما لخصتها بشكل كويس. طب ما فيش اكزامبلز اكتر يا نادر؟ يعني ممكن نقول ان البرزنتيشن دي مع كلامك يعتبر تطبيق عملي او شرح للبرزنتيشن، والبرزنتيشن مثال نظري. مفيش امثله عمليه او مصادر نذاكر منها ابعت لك تضيف الى البرزنتيشن؟ كل حاصله بالفعل، كولا حصلت لايف تقدر تسمعها عشان تشوف الكونسلتيف سيلينج عامله ازاي. يا ريت. دي كولا لايف مترجمه على اليوتيوب لحد من اتقل الناس في الحته ديت بتاعه الكونسلتيف سيلينج. هي لايف كول مع عميل حقيقي وبيرد على الاعتراضات بتاعته وبيمشي السايكل بتاعته كلها كامله لحد ما العميل بيشتري منه. عظيم. هبعتها لكم على الجروب على طول مع ريكورد المحاضره، كده كده اتبعت لكم على الميل، والبرزنتيشن جات لكم كمان على درايف. ذاكروها ده حقيقي. كويس جدا وتعبوا عليها بشكل كويس. ان شاء الله. تمام. عندكم تمام. اي حاجه حابين تقولوها قبل ما ننهي السيشن؟ لا انا تمام. دي هدى عبد الرحمن. لا تمام. قلت لكم امبارح تسيبوا الفيدباك، مفيش غير احمد اللي انا ساب لي الفيدباك، فعايزكم تسيبوا لي الفيدباك في مسج على الواتساب يا شباب. الفيدباك ديت هي فيدباك ليا كنادر، مش هستخدمها كماركتنج تول يعني. واي حاجه بتحصل ما بيننا هتلاقيني الكشور اللي بنزلها، لان طبعا التفاصيل ما ينفعش ان انا انزل بيها علشان ديت ميثودولوجي خاصه بانجما انتوا بتتدربوا عليها. تمام. ولازم التيم بتاعي لازم يتقفل عليه بشكل كويس، فمش كل الكلام بيطلع، فالفيدباك بتاعتكم كده كده ما بتطلعش، دي حاجه لنادر علشان يحسن من نفسه كل يوم او كل محاضره يعني. على راسنا من فوق يا نادر. حبيبي يا احمد. اشوفكم على خير ان شاء الله بكره برضو الساعه 5 تكونوا مذاكرين، وتكونوا الساعه 2 ماكسيموم تكونوا باعتين لي الريكورد في دقيقتين تلخصوا لي اللي احنا اتكلمنا فيه لحد دلوقتي. تمام ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله بكره، واتمنى يا رب تكونوا يوم سعيد عليكم، والسلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه.